بتبدأ الأحداث بولد صغير في روضة اسمه جاي، وهو بيتفرج مع زمايله على تعبان موجود جوه صندوق إزاز، والمدرسة بتقول لهم إن التعابين بتاكل الفئران. وفجأة جاي بيطلع من شنطته فار وبيحطه جوه صندوق التعبان، وساعتها التعبان بيبتدي يهاجم الفار، وهنا كل الأولاد الصغيرين بيصرخوا. أما جاي فبيشوف الفار وهو بيعض التعبان، وساعتها بيبان عليه إنه مبسوط من اللي بيحصل. وبعد 5 سنين جاي بيدخل الكنيسة وبيفضل يقول أنا ليه اتخلقت مع كل اللي حواليا؟ أنا نفسي أكون إنسان عادي، لكن أنا مش كده، أنا عايز أبطل اللي أنا بعمله. بنرجع بقى بالزمن ل10 سنين فاتوا، وتحديدا في ليلة كان الجو فيها برد جدا والتلج كان بينزل من السماء. في الليلة دي سونغ كانت راجعة لبيت أهلها في الجبل، وسواق التاكسي ما قدرش يوصلها لحد البيت بسبب التلج، فنزلها في مكان بيبعد عن بيتها حوالي نص ساعة يعني. فكلمت أهلها في التليفون علشان تطمنهم إنها جاية بس هتتأخر شوية. وفي الأثناء دي سونغ بتشوف بنت صغيرة وهي بتعيط، فبتروح لها وبتسألها فين أهلي. فالبنت بتعرفها إن أبوها عمل حادثة بالعربية وبتشاور لها على مكان أبوها. فسونغ بتروح ناحية العربية وهناك بيهاجمها القاتل وبيخلص عليها. وبعد أسبوع مجموعة من الغواصين بينزلوا المحيط، فواحد منهم بيتفاجئ بوجود جثة مقطوعة الراس، فبيبلغ الشرطة بسرعة. وعامة فريق المعمل الجنائي والمحققين بيوصلوا، وبعد معاينة الجثة وفحص الDNA بيعرفوا إنها جثة سونغ، وبناء على درجة تشوه الجثة بيقدروا يحددوا إن سونغ تبقى الضحية رقم 18 للقاتل المتسلسل صياد الرؤوس. وبسبب فشل الشرطة في القبض على القاتل، الغضب الشعبي بيزيد، والرئيس بنفسه بيزور وكالة الشرطة الوطنية الكورية علشان يناقش معاهم تفاصيل التحقيقات وسبب عجز المحققين عن الوصول لصياد الرؤوس، وبيشدد عليهم بإنهم لازم يقبضوا عليه في أسرع وقت. على الجهة التانية بنشوف الباحث دانييل وهو بيدي محاضرة لتلاميذه في جامعة في إنجلترا، وموضوع المحاضرة بيكون عن الاختبارات الجينية اللي اتعملت على أشهر القتلة المختلين زي تيد باندي وتشارلز مانسون. ونتيجة الاختبارات دي أكدت إن كلهم عندهم جين أوكسيداز، والجين ده هو السبب في إنهم قتلة مختلين. وبفضل نتائج البحث اللي هو عمله هيقدروا إنهم يحددوا إذا كان الجنين في بطن أمه عنده جين القاتل المختل أو لا، ولو ثبت إنه بيملك الجين ده ممكن بسهولة يتم إجهاضه. ولو القانون ده اتطبق بشكل رسمي العالم هيكون في أمان. لكن في نفس الوقت جين العبقرية منطبق تماما مع جين أوكسيداز، وبالتالي لو اتوجد في الجنين فيا إما معناه إن طفل هيطلع عبقري أو قاتل مختل. وبيتم استدعاء دانييل لكوريا علشان يستعينوا بشهادته في إقرار قانون بيلزم الأمهات الحوامل بإنهم يعملوا الفحص بشكل إجباري، ولو ثبت إن الجنين عنده جين أوكسيداز هيتم إجبارهم على إجهاضه. لكن أعضاء البرلمان بيرفضوا القانون. وعامة دانييل بيروح يزور صاحبه جون دكتور الجراحة المشهور اللي كان زمان في مشروع جواز بينه وبين أخت دانييل، لكنها ماتت على إيد صياد الرؤوس قبل ما يتجوزوا. المهم إن دانييل لما بيدخل البيت بيسلم على يون مرات جون واللي بتكون حامل في شهورها الأخيرة، وبيكون واضح جدا إن جون ومراته متفاهمين جدا وبيحبوا بعض. وبعد ما دانييل بيتعشى معاهم جون بيوصله لحد الفندق اللي هو نازل فيه. وعلى الجهة التانية عيلة مكونة من أب وأم وولادهم الاتنين بيكونوا في طريقهم للمخيم، لكن العربية بتعطل منهم. بس بعد شوية محاولات من الأب بيقدر يشغل العربية لكنه بيتوه في الطريق، فبيقف وبينزل يسأل شخص واقف في عربيته قدامهم، فبيقول له على مكان المخيم. ولما بيوصلوا هناك بيكتشفوا إن المخيم مقفول، فالأب بيتصل بالمدير، وقتها بيعرف منه إنهم قفلوا المخيم من يومين لأن سقف مبنى الإدارة انهار بسبب العاصفة الثلجية، لكنه بيسمح له إنهم يفضلوا في المكان، وبيبلغوا إن مفيش مية لكنهم يقدروا يستخدموا بحيرة المية المعدنية. فالأم بتروح تجيب لهم مية، والولاد الاتنين موتشي وكو بيلعبوا مع بعض، والأب بيجهز لهم الأكل. ولما بيخلص بينادي على الولاد علشان ياكلوا، وهو بيروح يطمن على مراته لكنه بيسمع صوتها وهي بتصرخ، فبيجري عليها. وفي الأثناء دي بيكون صياد الرؤوس بيهاجمها، وقبل ما يقتلها جوزها بيوصل وبيضربه وبيقول لمراته ارجعي للولاد، فبتسيبه وبترجع لولادها وهي مرعوبة، وبتاخدهم وبتدخل للعربية. ولما بتشوف صائد الرؤوس وهو ماسك في ايده راس جوزها بتحاول تتماسك قصاد ولادها الاتنين، وبتطلب من كو الابن الكبير انه يحمي اخوه الصغير، وبتنزل من العربية وبتقفل عليهم الباب. وطبعا الولاد بيكونوا مرعوبين، وعامة الام بتجري وبتستخبى، لكن لما بتشوف القاتل بيحاول يدخل للعربية بتظهر نفسها علشان تبعده عن ولادها، وللأسف بيجري وراها وبيقتلها. والولد الصغير بيفضل يعيط ويصرخ، فأخوه بيحاول يسكته، وساعتها الولد بيغمى عليه، فأخوه بيحطه جوه شنطة وبيقفلها عليه، وبعدها بيستنى جوه العربية. لكن القاتل بيدخل العربية وبيقدر يلاقي الشنطة وبيبتدي يكسرها بالشاكوش. وهنا كو بيطلع من المكان اللي هو مستخبي فيه علشان يبعد القاتل عن أخوه، وبتكون النتيجة إن صياد الرؤوس بيضربه بالشاكوش بعنف. في الوقت ده بيكون موتشي فاق وبيشوف اللي بيحصل من الكسر اللي في الشنطة، وهنا القاتل بيسمع صوت سرينة الشرطة عن بعد فبيهرب. وفي المجمل المحققين بيقدروا يلاقوا موتشي وبينقلوه للمستشفى مع أخوه اللي بيدخل العمليات، وحالته بتكون خطر. في الأثناء دي بيوصل الضابط بارك وبيكون في حالة هستيرية، وبيسأل الولد الصغير بطريقة عنيفة إن كان شاف القاتل. وبارك بيكون في الحالة دي لأن بنته الصغيرة اختفت في نفس الوقت اللي صياد الرؤوس كان بيخطف فيه ضحاياه وبيقتلهم. وطبعا الولد
الولد بيكون في حالة صدمة بعد اللي شافه، وفجأة موتشي بيصرخ وبيشاور على بوستر متعلق على الحيطة لدكتور جون وبيقول لهم هو ده القاتل. ومن غير تفكير بارك بياخد معاه فريق دعم وبيروحوا البيت جون وبيحاصروه وبيقبضوا عليه وبيفتشوا البيت، لكنهم ما بيلاقوش فيه اي دليل ضده. وفي الاثناء دي يون بتتصل بالمحامي، وعلى الجهة التانية الولد الصغير بيطلع من العربية وهو بيصرخ وبيهاجم جون بمشرط سرقه من المستشفى، فبيجرحه في وشه وبعدها بيقع على الارض وبيخبط في تمثال التلج، فراس التمثال بتتكسر وبيلاقوا جواها كيس، والكيس ده بيكون فيه راس الولد الصغير. وساعتها الولد بينهار، لكن جون بيقول لهم انه ما يعرفش حاجة عن تمثال رجل التلج ده، ومراته لما بتشوف اللي بيحصل بتنهار، لكن بسبب ان الولد الصغير في حالة صدمة وانكار جون لمعرفة اي حاجة عن تمثال التلج ده بيطلع براءة. وبتكون يون مع دانييل مستنيينه قصاد الاسم وبيشوفوه وهو بيتكلم مع الصحفيين وبيقول لهم انه ما يعرفش حاجة عن تمثال التلج. وهنا مراته بتنزل من العربية وبتقرب منه وبتقول له انت صياد الرؤوس، وبتوري له صورة ليه وهو بيعمل تمثال التلج، وبتنهار وبتقول له انت اتجوزتني ليه؟ فبيرد عليها ببرود وبيقول لها علشان اخلف ولد يكمل مسيرتي. المهم انه بيتم القبض عليه والظباط بيرجعوا بيه للاسم، لكن دانييل بيقدر يوصل ليه وبيدخل معاه لاوضه التحقيق وبيقول له انت اللي قتلت جينيفر اختي؟ فبيقول له ايوه، لانها اجهضت ابني، ولما حاولت تدافع عن نفسها هددتها اني هقتلك انت وامك فاستسلمت، وساعتها خلصت عليها. وهنا الظباط بيدخلوا وبياخدوا جون. في الوقت ده بيكون دانييل منهار تماما. وهنا بنرجع بالزمن لليله الحادثه علشان نشوف ان الراجل اللي كان واقف في عربيته على الطريق والاب ساله على مكان المخيم ما هو الا جون، اللي بعد ما بتثبت عليه الجريمه بيتحبس وبيتحكم عليه بالاعدام. وبالرغم من ان يون بتعرف ان ابنها ورث عن ابوه جين القاتل المختل، الا انها بترفض اجهاض الجنين. وهنا بنرجع تاني لجاي اللي وهو صغير اصطاد الفار من الشارع وحطه للتعبان في الصندوق الازاز، وبعد 5 سنين وهو في المدرسه كانت تصرفاته كلها عدوانيه، يعني مثلا مسك ارنبه وفتح بطنها وهدد مدرسته وزمايله بالقتل، وكانت النتيجه ان ابوه ضربه بعنف، ولانه كان شايف ان ابوه بيحب السمك اللي بيربيه والكلب بتاعه اكتر من مره سمم السمك وقتل الكلب، وهدد اخوه الصغير انه لو قال لابوه هيخلص عليه هو كمان. لكن اخته اللي عندها توحد قالت لابوه على كل حاجه، فابوه ضربه بعنف، ولانه افتكر ان اخوه هو اللي قال لابوه على اللي عمله حفر له حفره في الغابه وحاول يدفنه فيها، لكن امه وصلت في الوقت المناسب وانقذت الولد الصغير وحاولت تخنق جاي وهي بتقول له كان لازم اجهضك وانت في بطني، لكن الولد بيكون عنيف جدا وبيقتل امه وابوه واخوه الصغير وبيتقبض عليه. لكن لما بيستجوبوه بجهاز كشف الكذب وبيسالوه ان كان هو اللي قتل اهله بيرد عليهم بمنتهى البرود وبيقول لهم لا، والغريبه ان جهاز كشف الكذب ما بيكتشفش انه بيكذب، وبتكون النتيجه انه بيطلع براءه. وبعد 25 سنه من حبس صائد الرؤوس بنعرف انه ما تنفذش فيه حكم الاعدام، لكنه هيتحبس مدى الحياه. وبالرغم من كده الكوريين ما كانوش حاسين بالامان، لان بعد 25 سنه بيظهر قاتل متسلسل تاني بيقتل لمجرد الاستمتاع، والناس بالنسبه ليه عباره عن فرايس بيلاقي متعته في انه يصطادهم ويخلص عليهم بابشع الطرق. ومن ضمن ضحاياه بيكون قتل اخو صائد الرؤوس سونج اللي زمايله في الصاله الرياضيه بيلاقوا جثته محروقه بالكامل. وبعدها بكام يوم ست بتشتغل وبتصرف على ابنها اسمها بيون بترجع من شغلها متاخر، ولما بتدخل لشارع جانبي القاتل بيدخل وراها وبيطعنها 25 طعنه. وتاني يوم الصبح الضابط موتشي بيطارد قاتل متسلسل تاني كان مدوخ الشرطه وراه بقاله سنين، لكن القاتل بيقدر يطلع على سطح مبنى، وهناك موتشي بيهدده بالمسدس وبيقول له انه هيقتله دلوقتي لانه عارف ان المحامي بتاعه هيقدر يجيب له حكم بسجن مدى الحياه بدل ما يتحكم عليه بالاعدام عقابا على الارواح اللي قتلها. وعلشان كده قرر انه ينفذ العداله بايديه. وهنا المجرم بيرمي نفسه من فوق السطوح فبيقع ميت. وبعد دقايق موتشي بيسمع سنينة عربيات الشرطه جايه عن بعد، فبيطلع ازازه مشروب حرام من جيبه وبيشرب الازازه كلها، فبينام وبيصحى تاني يوم الصبح على تليفون بيعرف منه ان زمايله اكتشفوا جثه بيون، فبيروح يعاين مسرح الجريمه وبعدها بيروح يزور جون في السجن. وهنا بنكتشف ان موتشي ما هو الا الولد الصغير اللي شاف جون وهو بيقتل عيلته. وعامه موتشي بيتكلم مع صائد الرؤوس بتحدي وبيقول له انه النهارده كان هيقتل مجرم علشان يضرب عصفورين بحجر واحد فيخلص المجتمع من قاتل مختل وفي نفس الوقت يدخل السجن وينتقم منه ويقتله. لكن جون بيرد عليه ببرود وبيقول له ما تحاولش، انت مش قاتل، القاتل بتكون عينيه خاويه من اي مشاعر، لكن انت عينيك جواها مشاعر غضب وحب وتعاطف ورغبه في الانتقام. فموتشي بيقول له انت لسه ما شفتش انتقامي، انا هقتلك قصاد ابنك علشان يحس باللي انا حسيت بيه لما شفتك وانت بتقتل اهلي. فبيقول له انا مراتي زارتني بعد ما اتحبست بشهرين وقالت لي انها قتلت ابني بعد ما والدته لانه كان شبهي. فموتشي بيقول له ما حصلش، انا شفت مراتك وابنك من فتره كبيره وابنك فعلا في شبه منك. وهنا صائد الرؤوس بيتصدم لانه كان فاكر ان ابنه ميت. وبنرجع بالزمن علشان نشوف موتشي وهو في المرحله الثانويه، وقتها راح ليون وطلب منها تديله فلوس تاني لان اخوه عمل 9 عمليات بسبب اللي جوزها عمله فيه، وحاليا لازم يعمل عمليه تانيه، ولان مفيش معاهم فلوس الدكاتره قرروا انهم يسيبوه يموت. ولما بتطلب منه يروحوا يتكلموا في مكان
تاني بيتعصب عليها وبيهاجمها، وهنا ابنها بيوصل وموتشي بيتصدم لما بيشوفه. وبنرجع تاني للوقت الحالي، وساعتها موتشي بيكون سايق عربيته في طريقه للقسم، وفجأة بيظهر قدامه الضابط المتدرب باروم وهو بينقذ عصفورة وقعت من عشها في نص الطريق، فبيقدر يتفاداه في اللحظة الأخيرة. المهم إن باروم بياخد معاه العصفور للسجن، وده لأن باروم بيكون عنده فقرة هيقدمها للمساجين في حفلة ترفيهية. وعلى الجهة التانية صائد الرؤوس بيطلب من الحارس تشيوك إنه يجيب له خيط طبي وإبرة علشان يتمرن على خياطة الجروح وما ينساش اللي اتعلمه، لكن تشيوك بيرفض. ولما بيروح بعدها لدكتور السجن وبيحكي له اللي حصل، بيديله خيط طبي وإبرة وبيقول له بلاش تعصي أوامر صائد الرؤوس، اللي عمل كده قبلك حصلت له عاهة مستديمة. لكن تشيوك بيصمم على موقفه وبيدي لباروم الخيط علشان يستعين بيه في عرضه. وساعتها باروم بيتكلم مع تشيوك على الساعة اللي اشتراها له هدية بمناسبة نجاحه في معهد الشرطة، وبيقول له انا اشتريتها لك على اساس انها ساعة اصلية، لكن اكتشفت بعد كده انها كوبي. فتشيوك بيقول له كفاية انها هدية منك. وقبل العرض باروم بيطلب من تشيوك انه يساعده في نقل صندوق حديد تقيل للمسرح، فبيشيله قصاده. وفي طريقهم بيعدوا على ساحة السجن وبيشوفوا المساجين وهم عايشين حياتهم. فتشيوك بيشاور لباروم على صائد الرؤوس اللي بيكون قاعد لوحده وبيقرأ، وبيقول له كل اللي انت شايفهم دول يتموا اطفال ورملوا ستات كتير، وبالرغم من كده مقضيين حياتهم في السجن اكل ولعب عادي جدا، لانهم كانوا بيستأنفوا على قانون الاعدام فبياخدوا مؤبد، مع ان المفروض انهم يتقتلوا زي ما قتلوا. وفي الاثناء دي صائد الرؤوس بيلاحظ ان باروم بيبص عليه، ولما بيبتدي العرض الاب كو بيكون موجود على المسرح معاهم. وعامه باروم بيطلب من المساجين ان واحد منهم يطوع ويدخل جوه صندوق الاختفاء، وبيقول لهم انا هقدر اخفي اللي هيدخل الصندوق ده بكل سهوله. المهم ان واحد من المساجين بيتطوع وباروم وصاحبه بيلفوا الصندوق، ولما باروم بيفتحه بيتصدم لانه بيلاقي جواه صاحبه تشيوك وهو راسه مفتوحه وفي اصابات متفرقه في جسمه. فبيطلب من المساجين انهم ينقلوا تشيوك للعياده، وهنا صائد الرؤوس بيقرب منهم وبيعرض عليهم انه يساعد تشيوك. وفي اللحظه دي الاب كو بيفتكر لما صائد الرؤوس قتل ابوه وامه، لكن بالرغم من كده بيقول لباروم سيبه يخيط الجرح، وفعلا بيقدر ينقذ حياه تشيوك وبيخيط الجرح، وبعدها بينقلوا له المستشفى. وهم في الطوارئ باروم بيسمع الدكتور يوهان بيكلم ست كبيره حاولت الانتحار وفشلت ببرود، وبيعرفها تعمل ايه لو عاوزه تنهي حياتها فعلا. ولان دكتور المخ والاعصاب الرئيسي ما بيبقاش موجود، يوهان هو اللي بيعمل العمليه لتشيوك. فباروم بيكون قلقان على صاحبه جدا. وفي نفس اليوم بالليل الدنيا بتمطر، فبنت اسمها يونج يي كانت اتعرضت لاعتداء وهي طفله من جارها كانغ، والاعتداء ده كان في يوم مطر، ومن يومها وهي بتخاف تمشي في المطر لوحدها. المهم ان يونج يي بتخاف تروح للبيت لوحدها، فبتتصل بجدتها علشان تيجي تاخدها، ولما جدتها بتتاخر بتضطر تمشي لوحدها، وبيبان عليها انها مرعوبه وبتحاول تعدي الجسر لكنها ما بتقدرش. وفجاه شخص بيقرب منها فبتخاف، وفي اللحظه دي جدتها بتوصل وبتضرب الشخص ده، لكنها بتكتشف انه جارهم باروم وانه كان بيحاول يساعد يونج يي، لكن بسبب دم صاحبه اللي على هدومه افتكرته هيأذي حفيدتها. المهم ان باروم بيوصلهم للبيت، والجده بتصمم انه يدخل معاهم علشان يغير هدومه ويتعشى، فبيوافق. وعلى العشاء يونج يي بتعامله بعصبيه، ولما جدتها بتزعق لها بتسيبهم وبتروح اوضتها. وهنا الجده بتفتح باروم برغبتها في انه يتجوز حفيدتها، فبيقول لها ان فرق السن بينهم كبير وبيستأذن منها وبيروح لبيته. والصبح لما الجده بتفتح حفيدتها في موضوع جوازها من باروم بتتعصب عليها وبتقول لها انه كبير جدا عليها وبتسيبها وبتخرج من البيت. وبعد شويه الجده بتخرج من البيت، ولما باروم بيشوفها بتعرج بيعرف ان سبب تاخيرها على حفيدتها الليله اللي فاتت انها وقعت، فبيساعدها وبيعقم لها الجرح اللي في رجلها وبيحط لها عليه لاصق طبي، وبيقول لها ان الدنيا لو مطرت تاني ويونج يي بره البيت هو اللي هيوصلها. فالجده بتشكره. وعلى الجهه التانيه مقدمه برنامج مشهوره اسمها تشوي بتعمل برنامج عن جرائم القتل اللي بيحصل، وعلشان تجمع معلومات عن الموضوع بتروح لموتشي الاسم وبتفضل وراه لحد ما بيوافق انه يعرفها كل حاجه عن الجرائم اللي حصلت. فبياخدها لمسرح الجريمه الاول، وهو الشارع اللي بيون اتقتلت فيه، والشارع ده كان قريب من بيتها جدا، وبيوري لها اثار حذاء القاتل على الارض، وبيقول لها ان رجله كبيره لكنه ذكي، وعلشان ما يقدروش يوصلوا ليه من بصمات حذائه كان شايل النعل. وبيوري لها صوره لظهر بيون، وبيقول لها ان القاتل بعد ما قتلها جراها لمسافه 100 متر ورماها جوه المصرف اللي لقوها فيه. وبيقول لها انهم لقوا صباعها متوجه ناحيه الكنيسه القريبه من المصرف، والخاتم اللي كانت لابساه ليله الحادثه مفقود. وبعد كده بياخدها لنادي الالعاب الرياضيه، وهناك بيوري لها المكان اللي اكتشفوا فيه الجثه، وبيقول لها ان المعمل الجنائي اكتشف ان الضحيه اتضرب بعنف قبل ما يتحرق، وان اللي ضربه كان عارف بالظبط الاماكن اللي بيضرب فيها علشان يسبب للضحيه الام رهيبه. وبيقول لها انهم اكتشفوا ان قفازات الملاكمه بتاعه الضحيه مفقوده، وانهم عرفوا انه كان بيعتز بيهم جدا لان اخته اللي اتقتلت على ايد صائد الرؤوس جابتهم ليه هديه في نفس اليوم اللي صائد الرؤوس قتلها فيه. ده غير انهم اكتشفوا ان في اثار لدم الضحيه مخلوط بلعابه جوه صفحات من الانجيل، والصفحات دي فيها ايات بتتكلم عن الانتقام وان العين بالعين والسن بالسن. وفي الغالب القاتل اكبر ضحيته انه يقرا الصفحه دي بالتحديد قبل ما يقتله، وده معناه ان القاتل الحالي بيقتل ضحاياه بدافع الانتقام.
وبرضه لقوا صباع في ايده مكسور وهو الوحيد اللي ما اتحرقش، وكان متوجه ناحيه الكنيسه القريبه من الصاله الرياضيه، وبيسالها لو كانوا قدروا يوصلوا لابن صائد الرؤوس، فبتقول له حتى لو لقيناه مش هعرفك مكانه لانك عاوز تعرضه لنفس اللي حصل لك وانت صغير. فبيقول لها هو ده العدل، وانا مصمم انه يعيش بنفس الذكرى اللي انا عايش بيها ومنغصها عليا حياتي. وفي المجمل القاتل بيقتل مشرد وواحده تانية اختارها بشكل عشوائي، ولما البوليس بيكتشف جثتها بيلاقوها لابسه خاتم بيون وفردة جزمه تخص المشرد اللي لقوه مقتول من كام يوم، وكمان بيلاقوا مع الجثه قفازات الملاكمه وساعه تشيوك وتشوي، ورساله من القاتل لموتشي بيتحدى فيها انه يحل اللغز ويقدر يلاقيه. اما تشوي فبتعمل حلقه بتتكلم فيها عن القاتل المتسلسل وجرايمه، وبتقول للمشاهدين ان واضح ان القاتل ده مختل، وبتعرفهم انه بعت لهم رساله باسم زودياك بيقول لهم فيها ارجوكم ساعدوني لا استطيع ايقاف نفسي، وده معناه انه مريض نفسي ومش قادر يسيطر على رغبه القتل اللي جواه. وعلشان يقدروا يتعرفوا اكتر على نفسيه القاتل بتعمل لقاء مع دانييل اللي بيشرح لها طريقه تفكير القتله المتسلسلين. اما موتشي فبيقول لها ان في 2 من القتله المتسلسلين بيقوموا بالجرائم دي في الفتره اللي فاتت، وهنا بنلاحظ ان واحد من القتله بيتفرج على التقرير. وفي الاثناء دي يوهان بيزور ابوه في السجن بعد ما امه حكت له كل حاجه عن ماضي ابوه. وعلى الجهه الثانيه يونج يي بتروح تسحب فلوس، وساعتها بتشوف خبر في التلفزيون عن ان المغتصب كانج دوك هيطلع من السجن بعد شهر، وساعتها بتترعب. وفي نفس اليوم بالليل دانييل بيروح القسم وبيراجع ملف جرائم القتل من اول ما بدات من 25 سنه، وساعتها الضابط بيقول له انهم عملوا اختبار كشف الكذب على جاي والجهاز اثبت ان الولد بريء. فدانييل بيقول له ان القتله المتسلسلين بيقدروا يتحكموا في اعصابهم وسهل جدا انهم يتخطوا جهاز كشف الكذب. وتاني يوم دانييل بيروح يزور يون، وهناك بيشوف صوره ابنها الدكتور، وبيعرف ان هي وابنها غيروا اسمهم ونقلوا لسكن جديد علشان ما فيش حد يتعرف عليهم، وكمان بيعرف انه دكتور جراح في المستشفى العام. فبيروح المستشفى وبيراقبه من بعيد، وعامه بيشوفه وهو بيخيط جرح لزعيم عصابه، ولما واحد من العصابه بيهدده بسكينه علشان يخيط الجرح كويس وبيحط المشرط على رقبته وبيقول له انا بحركه واحده ممكن اقطع شريان فتموت في لحظات، سيبنا اشوف شغلي من غير ولا كلمه. فالمجرم بيخاف وبيبعد السكينه عن يوهان، والموقف ده كفيل انه ياكد لدانييل ان يوهان هو ابن قاطع الرؤوس. فبيتصل بيه وبيقول له انا عارف انك ابن قاطع الرؤوس وعاوزك تقابلني علشان اتكلم معاك في موضوع مهم. فيوهان بيوافق من غير تفكير، وبالليل دانييل بيروح للملاهي وهناك شخص بيهاجمه وبيخلص عليه وبياخد جثته وبيربطها بحجر كبير وبيرميه وسط البحر. وتاني يوم الصبح عامل النظافه بيشوف اثار الدم فبيبلغ الشرطه، وموتشي وزميله شين بيوصلوا وبيعاينوا مسرح الجريمه، وبيعرفوا من واحد من الضباط انهم لقوا عربيه دانييل مركونه قصاد الملاهي. ولما عملوا فحص دي ان ايه للدم اللي في مسرح الجريمه اتاكدوا انه دم دانييل، لكنهم ما لقوش الجثه ولا سلاح الجريمه. وبعدها بالصدفه موتشي بيقابل اخوه الكاهن كو فبيتخانق معاه من غير اي سبب، وبيقول له انا بكرهك، ازاي قدرت تسامح جون وانت عارف انه قتل ابونا وامنا وتسبب لك في الشلل اللي انت فيه دلوقتي. وبيقول له انا بكرهك اكتر من كره الجون. وعامه موتشي بيروح للسجن وهناك بيقابل باروم وبيطلب منه يوري له الصندوق اللي لقى تشيوك جواه، وبعدها بيدي اوامر للفريق اللي معاه انهم يفتشوا السجن كله ويدوروا على لبس تشيوك لانه متاكد انهم هيلاقوا فيه دليل ممكن يوصلهم للقاتل، خصوصا ان تشيوك هو الضحيه الوحيده اللي لقوه من غير هدوم. وبيطلب منهم كمان انهم يدوروا على سلاح الجريمه فبينفذوا اوامره لكنهم ما بيلاقوش اي حاجه. وتاني يوم موتشي بيروح مع باروم للمستشفى وتحديدا لاوضه تشيوك اللي بيكون دخل في غيبوبه، وباروم بيقول له ان القاتل قطع صباعين من صوابع تشيوك وان الدكاتره قدروا يرجعوا واحد بس لمكانه، لكن الصباع التاني كان الموضوع شبه مستحيل في انه يرجع لطبيعته، علشان كده هو حطه بنفسه في شنطه حافظه جواها تلج وسلمه لاداره المستشفى لحد ما يشوفوا هيعملوا ايه. فبيقول له هات لي الصباع ده على الاسم علشان افحصه بنفسي. ولما باروم بيروح يستلم الصباع من التلاجة بيكتشف انه مش صباع صاحبه، وده لانهم كانوا بيصطادوا مع بعض الاسبوع اللي فات، والصباع ده بالتحديد اتصاب من السناره واتخيط، لكن الصباع اللي معاه حاليا مفيش فيه اي اصابه. وهنا موتشي بياخد معاه باروم وبيروحوا للسجن وبيدوروا تاني على لبس تشيوك، وفي نفس الوقت بيكون كو في القداس مع المساجين، وساعتها بيلاقي صباع تشيوك جوه الكاس فبيترعب. وفي نفس الوقت باروم بيلاقي دم نازل من سقف الكنيسه الخارجي، فموتشي بيجيب سلم وبيطلع على السطح، وساعتها بيلاقي الزي الرسمي لتشيوك وبيكون مغروس فيه سكينه بشكل بياكد لموتشي ان القاتل اعصر، يعني اشول لو مش واخد بالك. وفي نفس اليوم بالليل موتشي بيعرف ان في معلومات اتسربت للاعلام عن القضيه فبيشك في تشوي، فبياخد بعضه وبيركب العربيه وبيروح عند بيتها، وساعتها بيتفاجئ انها مع واحد في الجراج وواقفين قريبين مع بعض، وما بيقدرش يعرف انه يوهان لانه بيشوفه من ظهره. والصبح باروم بيتفرج على برنامج وثائقي في التلفزيون عن ولد صغير اسمه هان، وبيعرف ان ابو الطفل ده هجره من زمان، وهان بيطلب من ابوه انه يرجع له تاني. فباروم بيتاثر جدا بكلام هان. وعلى الجهه التانيه اداره المدرسه بتتصل بجده يونج يي وبتطلب منها تيجي فورا، ولما بتروح المدرسه بتعرف ان حفيدتها ضربت زميلتها وانها ممكن تترفد من المدرسه بسبب اللي عملته،
فالجدة بتترجى البنت وامها انهم يسامحوا حفيدتها، وساعتها يونج يي بتتضايق من جدتها وبتقول لها ما تترجيش حد، انا مش عاوز اكمل في المدرسة. ولما هما الاتنين بيطلعوا من المدرسة يونج يي بتتعصب جدا على جدتها وبتقول لها انت السبب في كل اللي بيحصل لي، البنت دي كانت بتتنمر عليا بسبب اللي حصل لي زمان، ولو ما كنتش خرجت بالليل علشان اجيب لك العصير اللي بتحبيه ما كانش المغتصب اتعرض لي. وبتسيبها وبتمشي، وساعتها الجدة بتحس بالحزن وبتقرر انها تشتغل علشان تجمع فلوس الغرامة اللي ام البنت طلبتها من الجدة علشان تسحب الشكوى اللي قدمتها ضد يونج يي. فبتروح لمكتب تشغيل خادمات وبتطلب شغل من صاحبة المكتب لكنها بترفض بسبب سنها، ولما صاحبة المكتب بتخرج وبتسيبها لوحدها التليفون بيرن، فالجدة بترد على التليفون وبتاخد عنوان البيت اللي صاحبته طالبة خادمة تشتغل فيه باليوم، وقبل ما تمشي بتملى شنطتها من العصير اللي موجود في المكتب علشان تديه لحفيدتها، وبعدها بتروح على العنوان واللي بيطلع انه بيت يوهان اللي بيقول لها ان امه هي اللي طلبتها لكنه ما بيحبش حد غريب ينظف له البيت، لكنها بتصمم انها تشتغل. وبعد شويه يوهان بيسيبها وبينزل لاوضه سريه في الشقه، وفي الوقت ده بيجيله اتصال من موتشي وبيطلب منه فيه انه يقابله فورا، وده لانه عرف ان يوهان هو اخر واحد كلم دانييل قبل ما يتقتل. فبينسى مفتاح الاوضه في الباب وبيسيب للجده مرتبها في ظرف وبيخرج من البيت بسرعه وبيروح يقابل موتشي اللي بيساله كنت فين الليله اللي فاتت الساعه 10 بالليل بالظبط، فبيقول له كنت مع واحد صاحبي. فموتشي بيقول له تعرف دكتور اسمه دانييل؟ فبيقول له مين في كوريا ما يعرفوش. فبيساله هو كلمك الليله اللي فاتت؟ فبيقول له تقريبا اتصل بيا بالغلط. فموتشي بيقول له المكالمه كان مدتها 3 دقايق، يبقى ازاي كان اتصال بالغلط؟ فبيقول له يمكن اكون نسيت انهي الاتصال لحد ما هو قفل من عنده. فموتشي بيقول له اكتب لي اسم صاحبك اللي كنت معاه. فبيكتب له اسمه، وفي اللحظه دي بيفتكر انه ساب المفتاح في باب الاوضه، فبيسيب موتشي وبيجري على البيت. ولما بيرجع بيلاقي الجده بتتعامل معاه عادي وبتقول له انها خلصت شغلها وهتمشي، وبعد ما بتسيب البيت بيكتشف انها ما خدتش الفلوس. فبينزل الاوضه السريه وساعتها بيلاقي صوره من صور ضحاياه اللي هو معلقهم على الحيطه اختفت، فبيعرف ان الجده كشفته. فبينزل زي المجنون يدور عليها، وساعتها بيلاقيها واقفه على المحطه وبتركب الاتوبيس قبل ما يوصل لها، فبيفضل ماشي وراها بالعربيه بتاعته. وفي الاثناء دي الجده بتكون ماسكه في ايديها صوره الضحيه وبتفتكر لما شافت تقرير عن قتلها في التلفزيون. المهم انها بتوصل للقريه بالليل وساعتها بتتفاجئ ان القاتل بيطاردها، فبتتصل بباروم اللي للاسف بيكون مشغول فما بيردش عليها، فبتبعت له رساله بتقول له فيها انها عرفت مين القاتل وبتطلب منه يجي لها وبتكتب له العنوان اللي هي فيه. في الوقت ده القاتل بيكتشف مكانها فبيطاردها لحد ما بتدخل لمصنع قديم وهناك بيقتلها وبيحرق الصوره اللي معاها. وعلى الجهه التانيه باروم بيشوف الرساله فبيروح لها بسرعه، ولما بيسمع صوت رنة تليفونها بيمشي ورا مصدر الصوت لحد ما بيوصل للمصنع وبيشوفها، وساعتها بيتصدم. وفي اللحظه دي بيلمح القاتل فبيطارده وبيجري وراه لحد الشارع، وفي المجمل يوهان بيضربه بايده الشمال بعنف وبيقدر انه يهرب منه، لكن باروم بيطارده مره تانيه لحد ما بيطلع على طريق رئيسي وساعتها عربيه بتخبطه فبيقع على الارض، وقبل ما بيفقد الوعي بيشوف يوهان وهو واقف بين الناس اللي اتجمعوا حواليه لكنه ما بيقدرش يحدد ملامحه كويس، وبعدها بيفقد الوعي. في الاثناء دي موتشي بيكون وصل لمسرح الجريمه، ولما بيشوف الجده بيتصدم لانه شافها زمان وهي بتواسي يونج يي في الاسم بعد ما تعرضت للاغتصاب، وكان باين انها بتحب حفيدتها جدا. ولما بيعاين الجثه بيلاقيها ماسكه في ايديها باقي الصوره فبياخدها، ولما بيخرج من المصنع بيلاقي كل سكان الحي متجمعين بعد ما كلهم سمعوا سرينه عربيات الشرطه وعرفوا ان في جريمه حصلت في الحي بتاعهم. ولما يونج يي بتعرف ان جدتها هي اللي اتقتلت بتنهار وبتفضل تصرخ بطريقه هستيريه لان جدتها هي اللي كانت باقيه لها من الدنيا، وموتشي بيحاول يهديها. وعامه موتشي بيروح لباروم المستشفى وساعتها بيلاقيه منهار وحاسس بالذنب لانه لو كان رد على الجده كان قدر يوصل لها في الوقت المناسب. فموتشي بيقول له انسى الكلام ده دلوقتي وبيساله عن اللي حصل، فبيحكي له كل حاجه وبيقول له ان القاتل اشول لانه كان بيضربه بعنف بايده الشمال. فبيقول له شفت شكله؟ فبيقول له لا، الدنيا كانت ضلمه لكن ريحته كانت شبه ريحه النعناع. وعلى الجهه الثانيه يون بتوصل لشقه ابنها يوهان، وفي الاثناء دي هو بيكون في الحمام وهنا امه بتشوف لبسه اللي بيكون كله دم، فبتتاكد ان ابنها ورث جينات ابوه وبيكمل مسيرته لكنها ما بتبينش ليه اي حاجه. ولما بتنزل من عنده بتكون منهاره، وبعد كده يوهان بيقدر يعرف الاوضه اللي باروم نازل فيها في المستشفى وبيروح له وبيطلع حقنه من جيبه فيها ماده سامه علشان يحقنه بيها. لكن في الاثناء دي يونج يي بتوصل وبتفضل تصرخ، ولما بتدخل الاوضه يوهان بيطلع بسرعه. اما يونج يي فبتتعصب على باروم وبتقول له ليه ما ردتش عليها؟ انت السبب في انها اتقتلت، لازم توصل للي قتلها وتنتقم منه. المهم ان باروم لما بيطلع من المستشفى هو اللي بيخدم على الناس في مراسم تأبين الجده وبيدفنها بدل ما يحرق جثتها علشان يونج يي تقدر تزورها في اي وقت، وبيرجع مع يونج يي لبيتها وبيفضل جنبها. في الوقت ده تشوي بتوصل لشقه يوهان وساعتها بتلاقي ضماده جرح لونها حريمي مرميه على الارض، فبتاخدها وبترميها في الباسكت. وطبعا هي ما بتبقاش عارفه ان الضماده دي وقعت من على رجل الجده وهي بتنظف الشقه. وتاني يوم موتشي بيطلب شين انه يروح لصاحب يوهان اللي كتب له اسمه ويتاكد منه ان كان يوهان قابله في وقت ارتكاب الجريمه، فبينفذ اللي طلبه منه وبيقدر بصنعه لطافه انه ياخد منه التليفون ويتظاهر انه
انه بيعمل مكالمة، لكنه في الحقيقة بيتصل باخر رقم في قائمة الاتصال. وساعتها يوهان بيرد عليه وبيكلمه على انه صاحبه، وبيقول له قلت للظابط اللي اتفقنا عليه. وهنا شين بيتأكد ان في حاجة غلط وبينهي الاتصال وبيرجع له التليفون. ولما بيخرج من المكان بيكلم موتشي وبيحكي له اللي حصل. في الوقت ده يوهان بيتصل بصاحبه وبيقول له انت قفلت ليه؟ فبيقول له انا ما اتصلتش بيك من الاساس. فبيكشفوا حيلة شين. وهنا يوهان بيعرف ان صاحبه ده بقى خطر عليه، فبيروح له شقته وبيخلص عليه. وعلى الجهة التانية موتشي بيبتدي يراجع الكاميرات اللي موجودة في الشارع في يوم موت الجدة، وبيقدر يوصل للحي اللي فيه بيت يوهان، وبيوري صورة الجدة لكل سكان الحي، لكن مفيش حد منهم بيتعرف عليها. وقبل ما يرن جرس بيت يوهان قائد الشرطة بيتصل بيه وبيطلب منه يجي القسم فورا، فبيروح على هناك. وفي نفس الوقت يوهان بيروح للملاهي وبيستدرج جيهان وبيخطفه. وفي المجمل قائد الشرطة بيقول لموتشي انه هيعمل مؤتمر صحفي وهيلتزم بالخطاب اللي هو هيسلمه له، وبيطلب منه ما يسمحش للصحفيين انهم يستفزوه. فبياخد منه الخطاب وبيروح للمؤتمر الصحفي وبيعرف الصحفيين ان لحد الوقت اللي بيكلمهم فيه تم ارتكاب 6 جرائم قتل، وانهم متاكدين ان مرتكب الجرائم دي هو قاتل متسلسل مختل، وبيوعدهم انهم هيوصلوا ليه قريب. فبيسالوه ان كان في عامل مشترك بين الضحايا، فبيقول لهم لا، لكن بعدها بيفكر شويه وبيقول ازاي ما فكرتش في الاحتمال ده قبل كده. في الاثناء دي موتشي بيجيله اتصال من القاتل بيقول له فيه انت محقق شاطر، وفعلا انا بختار الضحايا على اساس عامل مشترك بينهم، بس السؤال هنا انت هتقدر توصل للعامل المشترك ده ولا لا؟ لو ما قدرتش توصل ليه انا هقتل طفل هان اللي الناس كلها اتعاطفت معاه. وبيقول له لازم تعرف انا خطفت طفل ده ليه، والا هقتله وهتكون انت السبب في موته. وهستناك تطلع في برنامج بث مباشر في التلفزيون مع تشوي، والبرنامج زي ما انت عارف بيبتدي 10 وبيخلص 11، ولو ما قدرتش تعرف خلال الساعه دي ازاي بختار الضحايا اللي بقتلهم واللي اخترت الطفل ده بالتحديد هقتله قدام الناس. لكن موتشي بيرفض انه يطلع في البرنامج، وساعتها تشوي بيطلب منه انه يقبل التحدي لكنه بيرفض. فبارون بياخد معاه صديقه حارس السجن كوانغ وام هان وبيروحوا لموتشي، والام بتترجاه انه يوافق يطلع في البرنامج علشان ينقذ حياة ابنها. فبيوافق لكن بشرط انهم يبعدوا عن الاسم ويدرسوا تفاصيل كل الجرائم من الاول. فبيوافقوا وبيختاروا انهم يعملوا كده في بيت باروم. وفعلا موتشي وتشوي وكوانغ كلهم بيروحوا لباروم البيت وبيبداوا يدرسوا القضايا وتفاصيلها من الاول. تاني يوم موتشي بيطلع مع تشوي في البرنامج وبيبتدي يتكلم معاها عن تفاصيل الجرائم، وساعتها بيقول لها ان القاتل مغرور وشايف انه اعظم من اي قوة في الكون، والست ضحايا اللي قتلهم كلهم كانوا بيعافروا في الدنيا علشان يقدروا يعيشوا، وكلهم ارتكبوا الخطايا السبعة لدانتي، وهي الكبرياء والغضب والحسد والكسل والطمع والشراهة والشهوة. بس انت بتعاقبهم بالعكس، يعني المفروض انه يكون جشع اتبرع بكل فلوسه للفقراء وعاش مشرد، واللي المفروض انها شرهة كانت بتعمل برنامج للاكل على اليوتيوب، وبعد ما البرنامج يخلص كانت بترجع الاكل كله، واللي المفروض انه يكون مغرور وهو تشوك كان متواضع وهكذا، والولد الصغير كان المفروض انه يكره ابوه لكنه سامحه. وهنا القاتل بيتصل بيه وبيقول له برافو عليك، انت فعلا اكتشفت الحاجه المشتركه بين الضحايا. فموتشي بيقول له يبقى تنفذ وعدك وتحرر الطفل. وفجاه القاتل بيبعت لينك بس مباشر للقناه وبيطلب منهم يعرضوه، فبينفذوا اللي طلبه. وهنا موتشي بيتفاجئ ان القاتل حاطط السكينه على رقبه كو اخوه، وبيقول له اخوك سامح جون صائد الرؤوس، مع انه المفروض يكرهه لانه قتل ابوكم وامكم، فلو دلوقتي اعترف انه بيكرهه مش هقتله. وفي اللحظه دي موتشي بينهار وبيصرخ وبيعتذر للقاتل لانه اتحداه وبيترجاه يرحم اخوه، وبيقول له اقتلني انا وسيبه. وبيقول لاخوه ارجوك قول له انك بتكره اللي قتل ابونا وامنا. فاخوه بيقول له لا انا سامحته. فبيقول له ارجوك قول له انك بتكرهني انا بسبب معاملتي ليك. فاخوه بيكلمه بمنتهى السلام النفسي وبيقول له انا بحبك يا موتشي، خلي بالك من نفسك. وفي اللحظه دي القاتل بيذبح كو قصاد اخوه اللي بينهار تماما وبيفضل يصرخ بطريقه هستيريه. وقبل ما القس يطلع في الروح بيقول للقاتل بدعي ربنا انه ينقذ روحك من الظلام، وبعدها بيموت. وفي الاثناء دي يونج يي بتوصل للكنيسه وهي معاها سكينه علشان تنتقم لجدتها بعد ما شافت القاتل في التلفزيون وقدرت تتعرف على المكان اللي هو فيه، وعامه بتشوف القاتل وبتهاجمه وبيدخلوا مع بعض في معركه شرسه. وفي اثناء المعركه بتبعت رساله لموتشي بتعرفوا فيها مكان جثه اخوه، وهنا القاتل بيمسكها من رجليها وبيسحلها على الارض وبينزل ضرب فيها، فبتغرز السكينه في دراعه الشمال، وساعتها بيطلع السكينه وبيقدر انه يجرحها. وقبل ما يخلص عليها بيسمع صوت سرينه عربيات الشرطه فبيطلع يجري. في الاثناء دي الشرطه بيدخلوا الكنيسه وبيلاقوا القس مقتول ومتعلق بحبل في السقف، وبيشوفوا يونج يي وهي فقدت الوعي، فبيطلبوا لها الاسعاف وبتتنقل للمستشفى العام. وفي نفس الوقت بارون بيكون وصل، ولما بيحاول يدخل للكنيسه بيلاقي ناس كتير متجمعين قصادها وبيشم ريحه نعناع، وبيفتكر انه شم الريحه دي لما قرب من القاتل وكان بيحاول يمسكه بعد ما قتل الجده. المهم ان موتشي بيدخل الكنيسه، وطبعا لما بيشوف اخوه بينهار. وتاني يوم القاتل بيصور هان فيديو وبيبعته للتلفزيون، والولد في الفيديو صحته بتبقى كويسه وما بيبقاش فيه اي اصابات. اما موتشي فبيدخل في حاله عصبيه وما بيعرفوش يهدوه غير لما بيدوله حقنه مخدره. وتاني يوم بيحضر جنازه اخوه ومن بعدها بيجيله اكتئاب
الباب وبيحبس نفسه جوه شقته. اما يونج يي فبتستعيد وعيها في المستشفى، ويوهان هو اللي بيعاين حالتها وبيفتح معاها كلام وبيسالها ان كانت شافت وش القاتل، فبتقول له لا، فبيقول لها كويس لانك لو كنت شفت وشه كان قتلك. وقبل ما يخرج من الاوضه بتقول له هو احنا ما شفناش بعض قبل كده؟ وفي اللحظه دي بارون بيوصل فيوهان بيخرج من الاوضه، وبارون بيتعصب عليها بسبب اللي عملته. في الاثناء دي بيوصل فريق من الشرطه وبيسالوها لو كانت شافت المجرم، فبتقول لهم لا، الدنيا كانت ضلمه بس هو كان قوي جدا وما كانش اشول. وساعتها كلهم بيستغربوا. في الاثناء دي يون بتوصل للمستشفى، ولما بتشوف ابنها بتلاقيه واقف قصاد اوضه يونج يي وبعدها بيمشي، فبتروح تقف عند الاوضه ووقتها بتشوف بارون وهو معاها في الاوضه وبتسمعها وهي بتقول له انها افتكرت انها جرحت المجرم في ايده الشمال. وهنا يون بتعرف ان ابنها هو اللي كان بيحاول يقتلها، وانه كان واقف قصاد الاوضه علشان يسمع كلامها مع الضابط ويطمن انها ما كشفتهوش. فبتسيب المكان وبتمشي وهي متوتره ومتضايقه جدا. ولما يونج يي بترجع البيت ما بتعرفش تعمل اي حاجه لنفسها بسبب الجروح اللي في ايديها. وعامه بارون بيوصل وبيشوف حالتها فبياخدها تعيش معاه في بيته علشان ياخد باله منها. وعلى الجهه التانيه القاتل بيبعت فيديو لموتشي بيقول له فيه انه لو ما قبضش عليه في خلال 3 ايام هيقتل هان. فبيقرر انه يرجع تاني يحقق في القضيه، وبيفتكر انه مفتش كويس في متعلقات الجده في يوم موتها. فبيفتح شنطتها وساعتها بيلاقي جواها علب عصير من نوع معين، وبيفتكر انه شاف صاحبه شركه التوظيف وهي شايله شنطه فيها نفس نوع العصير ده بكميات كبيره وكانت داخله بيهم للشركه. فبيروح للشركه وبيواجهها باللي عرفه، وساعتها بتعترف بالحقيقه. فبيطلب منها انه يراجع الكاميرات، وعن طريقها بيعرف ان الجده ردت على التليفون وخدت عنوان اللي بيتصل بيها. فبيقدر يوصل للرقم اللي اتصل بالشركه في نفس وجود الجده، وبيعرف انها يون. فبيروح لها البيت وساعتها بيفتكر انه شافها قبل كده لكنه ما بيبقاش فاكر فين وامتى. وهو هناك بيلاحظ ان في رساله ايداع بنكي باسمه على تليفون يون، وساعتها بيفتكر لما راح لها زمان وطلب منها فلوس علشان عمليه اخوه، ومن يومها وهي بتبعت له مبلغ ثابت كل شهر. وبكده بيتاكد ان ابنها يبقى ابن جون صائد الرؤوس. ولما بيسالها انت لما اتصلتي بالوكاله طلبتي خادمه ليكي؟ بتقول له لا، لشقه ابني، ودايما كانوا بيبعتوا نفس العامله، لكن اخر مره بعتوا عامله مسنه على غير العاده. وبعد شويه تحريات بيقدر يعرف ان ابنها ما هو الا الدكتور يوهان. فبيروح لشقته وبيفتشها، وساعتها بيوصل للاوضه السريه، لكن قبل ما يكسر قفل الباب بيسمع صوت يوهان. فبيروح يستخبى في الجراج، وهناك بيلاقي حذاء عليه اثر دم. فبياخده وبيرميه في باسكت القمامه اللي قصاد بيت يوهان، وبعدها بيبعت الحذاء للمعمل الجنائي، لكنهم بيكتشفوا ان الدم ده مش دم دانييل. ولما بيقارنوه بدي ان ايه باقي الضحايا ما بيتطابقش معاهم. وعلى الجهه التانيه بارون وتشوي بيروحوا للسجن، وهناك بيدوروا في سجل الزوار مره تانيه في اليوم اللي تشوك اتصاب فيه. وساعتها بيعرفوا من الدكتور ان زميله يوهان زاروا اليوم ده لانه نسي بطاقته التعريفيه، فاتصل بيه فخرج له على البوابه ودخله للاسم بدون ما يسجل اسمه في السجلات. والكلام ده بيفكر تشوي بالضماده الحريمي اللي لقيتها في شقه يوهان. فبتروح للشقه وبتدور عليها لحد ما بتلاقيها واقعه على الارض جنب الباسكت. فبتاخدها، وفي اللحظه دي يوهان بيوصل وبيقول لها ما اتصلتيش ليه قبل ما تيجي؟ فبتخبي الضماده في هدومها وبتقول له انها حست انها عاوزه تشوفه علشان كده جت على طول. وبعد كده بتكتشف انها حامل منه. وفي نفس اليوم بالليل يونج يي بتتفاجئ ان يوهان دخل لبيت بارون وبتكون معاه سكينه وبيدور عليها في البيت. وساعتها بتترعب وبتتصل بموتشي وبتقول له الحقني بسرعه، انا في بيت بارون والقاتل هنا بيدور عليا. وبتنهي الاتصال. ولما بتلاقي القاتل بيقرب من اوضتها بتهرب من باب صغير في الاوضه وبتخرج على الجنينه. وساعتها بارون بيوصل وبيهربها وبيقول لها اتصلي بالشرطه. فبتطلع تجري، وفي الاثناء دي بيكون موتشي وصل فبتحكي له على كل حاجه. فبيجري ناحيه بيت بارون فبيشوف يوهان وهو ماسك شاكوش وبيضرب بيه بارون. فبيطلع مسدسه وبيضربه بالنار. وهنا يوهان بيقع على الارض جنب بارون اللي بتكون راسه بتجيب دم من كل حته. ولما موتشي ويونج يي بيطلعوا على سطح البيت وبيشوفوا منظر الاتنين بيتوتروا، وموتشي بيتصل بالاسعاف والاتنين بيتنقلوا على المستشفى وبيدخلوا العمليات. وعامه مدير المستشفى بيعمل مؤتمر صحفي وبيعرف الصحفيين ان حاله يوهان مستقره اكتر من حاله بارون اللي نص الفص الامامي من مخه مصاب باصابات خطيره، وبيعرفهم انهم هيدخلوه عمليات تاني بعد ما حالته تستقر. وعلى الجهه التانيه جون بيعرف اللي حصل ليوهان وبارون، وتاني يوم بتتعمل لبارون عمليه خطيره في المخ. وناس كتير بتكون شايفه ان بارون بطل، وان اللي حصل له ده بسبب انه كان عاوز يخلصهم من القاتل اللي بيهدد حياتهم. فكلهم بيتمنوا له الشفاء وبيتابعوا اخباره اول باول. اما يونج يي فبتروح لاوضه يوهان وبتفصل عنه كل الاجهزه، وبعدها بتخنقه فبيموت. ومدير المستشفى بيعلن للصحفيين ان يوهان مات. في الوقت ده رئيسه الوزراء بتشوف خبر في التلفزيون عن تراجع شعبيه الرئيس والحكومه عند الشعب بنسبه 40% بسبب عدم قدرتهم على السيطره على الجرائم اللي بتحصل في البلد. وبعد فتره باروما بيفوق لكنه بيكون مصاب بفقدان مؤقت في الذاكره، وما بيفتكرش لا يونج يي ولا حتى خالته وجوزها اللي ربوه من بعد موت امه وابوه وهو صغير. والدكتور بيعرفهم ان الموضوع ده مؤقت وانه هيبتدي يفتكر كل حاجه بالتدريج. ولما بيطلع من المستشفى بيعزل من البيت وبيروح يسكن في بيت في قريه خالته علشان تاخد بالها منه. المهم ان موتشي
بيتعملوا لجنة تأديبية، ولما بيحاولوا يبرئوه من قتل يوهان بيقول لهم لا أنا قتلته، احكموا عليا بالسجن علشان أوصل لأبوه وأقتله. ولما بيرفضوا بيحاول يهاجمهم، ولما شين بيحاول يبعد عن المفوض بيخبط المفوض بالغلط وبيجرحه، وبتكون النتيجة إن رتبة موتشي بتنخفض وبيتعزل عن الخدمة لمدة سنة، وشين بيتنقل لقرية بعيدة وبتكون هي نفس القرية اللي باروم عايش فيها في الوقت الحالي. المهم إن بعد سنة بتكون فترة الانتخابات الرئاسية بدأت، وموتشي بيرجع للشغل لكن كأمين حفظ الأدلة مش محقق في جرائم العنف. أما زميله شين فبيكون في شغله في القرية وبيستعد علشان يسلم مهام وظيفته للضابط الجديد، وبيرجع تاني لشغله في وحدة جرائم العنف، وبيكتشف إن الضابط الجديد ما هو إلا باروم، ورئيسه في الشغل بيقول له اديله المهام البسيطة بس، لأن عندنا أوامر من رئيسة الوزراء إننا ما نتقلش عليه في الشغل ونسيبه يجي ويمشي براحته لأن عقله لسه ما رجعش لطبيعته. ده غير إنه في نظر الناس بقى بطل، والحكومة عاوزينه يبقى واجهة يبنوا بيها قاعدة شعبية ليهم في الانتخابات. ولما شين بيتكلم مع باروم بيعرف منه إن ذاكرته رجعت له، لكن في حاجات لسه مش فاكرها، والغريبة إن شخصيته بتكون اختلفت تماما وبقى شخص حاد الذكاء، وقوته بقت أكبر لدرجة إن لما حرامي بيسرق شنطة من واحدة في الشارع وبيهرب بالموتوسيكل بيجري وراه وبيقدر يحصله وبيشل حركته، وفي الأثناء دي بيكتشف وجود جثة لست بتكون إيديها متكتفة ورا ظهرها بحبل، فبيقدر يعرف نوع العقدة وإنها ما اتقتلتش بغرض السرقة، بالرغم من إن شنطتها ما بيبقاش فيها فلوس أو أي متعلقات شخصية. وفي نفس اليوم بالليل صاحبه كوانغ بيعزمه في مطعم علشان يتعرف على خطيبته، وبيكون عازم معاه أصدقاء مشتركين ليه هو وخطيبته، ولما واحد منهم اسمه بونغ بيقول لكوانغ خطيبتك كانت فتاة ليل وبالرغم من كده أنت هتتجوزها، ساعتها كوانغ بيقوم يتخانق معاه وباروم بيتدخل وبيضرب بونغ بعنف فبيكومه على الأرض. وبعد كام يوم بيقابل موتشي بالصدفة فبيقدر يفتكره وبيسلم عليه وبيروحوا يشربوا حاجة مع بعض. وبس يا سيدي باروم بيوري الموتشي صور خدها بتليفونه للجثة اللي لقاها من كام يوم، وبيقدر إنه يحلل مسرح الجريمة ونفسية القاتل بدقة، وبيكون واضح إن الضحية كانت تعرف القاتل وإنه كان بيستمتع وهو بيعذبها وبيخنقها بإيديه. القاتل ده مختل عنده جنون العظمة، ولو ما قدرناش نقبض عليه بسرعة هيرتكب جريمة تانية قريب. فموتشي بيستغرب من التغيير اللي حصل في شخصيته ومن وصفه الدقيق لنفسية القاتل المختل. ولما موتشي بيرجع لمخزن الأدلة بيفتح صندوق أدلة من مسرح جريمة لصائد الرؤوس، وساعتها بيلاقي حبل معقود بنفس العقدة اللي باروم وراها له، وفعلا بيتم ارتكاب جريمة تانية. وبالرغم من عدم وجود حبال في مسرح الجريمة إلا إن موتشي بيقدر يشوف في الصور أثر ربط على إيد الضحية، فبيروح لمسرح الجريمة وفعلا بيلاقي حبل عليه أثر دم، فبيكلم باروم وبيديله العنوان. وزي المرة اللي فاتت باروم بيوصف له اللي حصل بالظبط، وهو نفسه بيكون مستغرب من استنتاجاته واللي بيكتشفوا إنه كلها صح. ولما بيربطوا الأمور ببعضها بيوصلوا لأن في شخص بيقلد جون، وفي الغالب جون هو اللي علمه طريقة العقدة دي، فبياخدوا بعضهم وبيروحوا يزوروا جون في السجن، لكنه بيرفض يقابل موتشي وبيطلب إنه يقابل باروم لوحده. وساعتها باروم بيوريه الحبل القديم اللي كان مكتب فيه بنت المحقق بارك قبل ما يقتلها من 25 سنة، وبيقول له في شخص دلوقتي بيقتل ضحاياه وبيكتفهم بالحبال بنفس طريقتك زمان، انت علمت العقدة دي لمين؟ فبيرد عليه ببرود وبيقول له ما علمتهاش لحد. وفي اللحظة دي بيوري له فار معاه وبيقول له ان الفار ده عايش معاه في الزنزانة. وهنا باروم بيشوف ذكرى للطفل جاي وهو بيصطاد فار وبيحطه في الصندوق الازاز للتعبان، ولما الفار هرب من الصندوق الازاز وجري جاي جري وراه، وفجأة ظهرت بنت اكبر بشوية من جاي وداست على الفار وقتلته. وهنا بنرجع تاني للوقت الحالي وبنشوف باروم وهو ماسك راسه وحاسس بألم رهيب، وجون بيراقبه بمنتهى البرود. وفي المجمل لما باروم بيخرج من السجن بيقول لموتشي جون مش هو اللي ربط العقدة دي زمان، بدليل ان الفار اللي كان معاه دلوقتي كان مصاب، وجون استخدم الخيط الطبي وربط له العقد في الاتجاه اليمين، لكن العقدة اللي لقوها كان واضح ان اللي ربطها شخص اشول، وده معناه ان في شخص كان بيساعد جون والشخص ده اشول. وبكده بيتأكدوا ان جون مش هو اللي قتل بنت الضابط بارك من 25 سنة فاتوا. وفي الاثناء دي بتكون تشوي بتدور على سبق اعلامي وبتقدر تعرف الجريمتين اللي حصلوا وموضوع الحبل وطريقة العقدة، وبتفتكر لما زمان ندهت على سونغ وطلبت منها تساعد ابوها، لكن الصدمة بتكون ان جون من 25 سنة كان خاطف تشوي وكان بيجبرها انها تساعده في استدراج ضحاياه، وانه كان بيخليها تكتفهم قبل ما يقتلهم، وهي اللي كانت بتربط العقدة بالشكل ده. وعامة موتشي وباروم بيرجعوا يحققوا تاني في القضايا القديمة لحد ما بيوصلوا لظابط شاف عربية غريبة فيها شخص وجنبه طفل عنده 10 سنين في نفس اليوم اللي سونغ اتقتلت فيه، ولان اليوم ده كان الجو صعب جدا والتلج بينزل من السماء ما قدرش يشوف وش السواق ولا الطفل اللي جنبه. ولما بيرجعوا لمركز الأدلة موتشي بيفتح صندوق من الصناديق وساعتها بيعرف ان في شخص فتح الصندوق وغير اماكن الأدلة، فبيراجع الكاميرات وبيعرف انها تشوي، فبيروح لها وبيواجهها باللي عرفه وبيسألها ايه اللي خلاكي تعملي كده، فبتقول له انها كانت بتدور على سبق اعلامي مش اكتر، وبتقدر تقنعه انها تنضم ليه هو وباروم علشان يوصلوا للمجرم. ولما هي وموتشي بيسمعوا تحليل باروم لشخصية المجرم ودقة وصفه لكل تفاصيل الجريمة هما الاتنين بيستغربوا، وموتشي بيقول له في
في حاجة في العملية غيرتك وخلتك بتفكر زي القتلة المختلين، فما بيبقاش عنده أي تفسير للموضوع ده. وبالليل بيقابل صاحبه اللي بيفكره إنه كان قال له إنه ناوي يتجوز يونج يي، لكنه بارون ما بيبقاش فاكرها خالص. ولما بيرجع البيت خالته بتطبخ له الأكل اللي هو بيحبه، لكنها بتتفاجئ إنه ما بقاش يحب النوع ده من الأكل بالتحديد. ولما بيرجع لبيته القديم بيفتكر ذكرى ليه هناك، لكن في نفس الوقت بيشوف قصاده جاي، وساعتها بيحس بألم في دماغه. ولما بيخرج من البيت بيشوف ذكرى للي حصل ليونج يي على الجسر، وكمان بيشوف جدتها وهي بتوصيه عليها، وبيفتكر كل ذكرياته مع يونج يي. فبيدور عليها لكن ما بيلاقيش ليها أي أثر. وعلى الجهة التانية كانج دوك اللي اغتصب بيونج يي وهي صغيرة بيروح للمحامي وو، وبيقول له إنه لسه طالع من السجن، وبيطلب منه يعرف له طريق يونج يي علشان يروح لها ويطلب منها إنها تسامحه. وهنا بنعرف إن وو كان بيدافع عن كانج زمان في القضية، لكن لما اتأكد إنه فعلا هو اللي ارتكب جريمة الاغتصاب اعتذر عن الدفاع عنه. المهم إنه بيرفض يعرفه عنوانها، وفي الأثناء دي بارون بيكثف تحرياته لحد ما بيعرف عنوان يونج يي. ولما بيروح لبيتها بينادي عليها لكنها ما بتردش عليه. وفي نفس الوقت بيكون في شخص قدر يدخل لبيت يونج يي وبيحاول التعدي عليها، لكنها بتقدر تدافع عن نفسها فبيطلع يجري. وفي الأثناء دي بيخبط في بارون وبعدها بيهرب. ولما بارون بيشوف يونج يي بيطرد الشخص ده بيجري وراه لحد ما بيمسكه، وساعتها بينزل فيه ضرب بعنف. وفي اللحظة دي بيفتكر ذكرى قديمة لشخص بيتضرب بعنف فبيحس بألم في راسه. والمجرم بيستغل الموقف وبيحاول يقتله، لكن يونج يي بتوصل وبتضرب المجرم على راسه وبعدها بتفقد الوعي، فبينقلها هي والمجرم للمستشفى. وبعد كده بيعرفوا ان المجرم ده هو اللي بيغتصب الستات وبيقتلهم. ولما موتشي بيواجهه بجرايمه ما بينكرش وبيعترف ان هو اللي قتل هيون سو بنت الضابط بارك من 25 سنة. وللأسف الشخص ده بيطلع انه كان شرطي سابق وكان زميل بارك، اللي لما بيعرف انهم قبضوا على اللي قتل بنته وانه محجوز في المستشفى بيتصدم وبيروح على هناك. ولما بيكتشف ان زميله السابق بيل هو اللي قتل بنته بيصرخ ويقول له ليه عملت فيا كده؟ فبيرد عليه ببرود وبيقول له لانك كنت دايما سابقني بخطوة ودايما كنت بتترقى وانا واقف في مكاني. وعلى فكرة انا لما لقيتها كانت عايشة فخنقتها بايدي واستنيتك تشوفها وهي مقتولة لاني كنت عاوز اشوف في عينيك لحظة الانكسار واتشفى فيك. وفي اللحظة دي بارك بيفقد اعصابه وبيحاول يخنقه فتشوي بتقول له سيبه لكنه بيزقها، وفي اللحظة الأخيرة بيبعد عنه لكن بعدها بينهار تماما. ولما بيخرج من الأوضة شوي بتقرب من بيل وبتقول له أنت ليه كدبت عليه؟ وهنا بيل بيبص لها وبيقول لها أنت بنته، فما بتردش عليه. وعامة بتاخد بعضها وبتروح لبيتهم وبتفتح البوابة، وهناك بتشوف أمها وبتعرف إنها بقت غير متزنة عقليا بعد ما فقدتها. وأول ما أمها بتشوفها وبتشوف الإسورة اللي هي لابساها بتصرخ وبتقول لها دي إسورة بنتي هاتيها. وهنا تشوي بتطلع تجري وبتركب عربيتها وبتبعد بيها، فالأم بتجري ورا العربية لحد ما بتتوه. لكن بعد كده بتدخل لمحل وهناك بتشوف في التلفزيون خبر عن ان قاتل بنتها اتقبض عليه وهو حاليا محجوز في المستشفى العام. فبتروح على هناك وبتدخل لاوضته وبتاخد مشرط وبتدخل عليه. في الوقت ده جوزها بيكون عارف انها خرجت من البيت وما رجعتش. وفي نفس الوقت موتشي بيقرر انه يخلص على بيل علشان يتسجن مع صائد الرؤوس ويخلص عليه انتقاما لعيلته. لكن لما بيطلع لاوضه بيل بيكتشف ان مرات بارك سبقته وقتلته. في الاثناء دي بارك بيوصل لاوضه بيل وساعتها بيشوفه مقتول ومراته بتكون ماسكه المشرط وموتشي واقف جنبها في حالة ذهول. فموتشي بيقول لبارك هنقول انا اللي قتلته مش مراتك، وبيمسك المشرط وبيحط دم بيل على وشه وهدومه وبيعترف ان هو اللي قتله فبيتقبض عليه. وعلى الجهة التانية لما يونج يي بتستعيد وعيها بتسيب المستشفى فبارون بيطلع يدور عليها، ولما بيلاقيها بيعتذر لها انه ما كانش فاكرها فبتسامحه وبيمشوا مع بعض لحد بيتها. وخبر ان المجرم حاول يتعدى على يونج يي بيتذاع في التلفزيون، والمغتصب كانج بيشوفه وبيعرف انها رجعت تاني تعيش في بيت جدتها. وفي المجمل يونج يي وبارون بيتفقوا انهم يروحوا السينما بالليل، ويونج يي بتتصل بيه وبتطلب منه يجيب لها دبوس كانت جدتها معلقاه في لبسها يوم ما اتقتلت علشان تفتكرها بيه. فبيروح لمخزن الادله علشان يجيب لها الدبوس، ولما بيدور عليه ما بيلاقيهوش لكنه بيلاقي صوره لراجل اسمه سونغ هان اتقتل من سنه، والراجل ده هو نفس الشخص اللي جات له ذكرى شاف نفسه فيها وهو بيضربه بعنف. ولما بيسال موتشي عليه بيكتشف ان هو ده الرياضي اللي يوهان حرقه جوه حلبة الملاكمه. فبياخد بعضه وبيروح للدكتور اللي عمل له العمليه وبيقول له ايه السبب في اني بشوف ذكريات يوهان. فبيقول له عادي جدا لانك كنت بتحقق في القضيه والامور اختلطت عليك وقريب جدا هترجع لطبيعتك. وبالصدفه يونج يي بتوصل للمستشفى علشان تغير على الجرح اللي في راسها، وقتها بتشوف فاروم وهو واقف مع الدكتور فبتنادي عليه، فبيقول لها انه كان بيسال الدكتور اللي عمل له العمليه على حاجه، فبتقول له مش هو ده الدكتور اللي عمل لك العمليه، وبتقول له الدكتور اللي عمل لك العمليه في ندبه في وشه. وهنا فاروم بيفتكر ان جون صائد الرؤوس جراح اعصاب وانه عنده نفس الندبه اللي يونج يي وصفتها، فبيسيبها وبيروح لتشوي وبيطلب
وبيطلب منها تبعت له صورة جون على تليفونه، وبيكلم يونج يي وبيقول لها هبعت لك صورة قولي لي هو ده الدكتور اللي عمل لي العملية ولا لا. واول ما بتشوف الصورة بتقول له ايوه هو، وساعتها بارون بيتصدم. وفي نفس الوقت كانغ بيوصل للقرية وبيشوف يونج يي وهي معدية على المحطة قدامه بالصدفة. وعلى الجهة التانية بارون بيروح يزور جون في السجن وبيقول له انت عملت فيا ايه؟ اوعى تقول لي انك زرعت دماغ يوهان جوه راسي. فجون بيرد عليه ببرود وبيقول له كويس انك اكتشفت الحقيقة بسرعة، وبيقول له انه كان بياخد رؤوس ضحاياه وبيشقها علشان يتدرب على عمليات نقل الادمغة، واحيانا كان بيشق رؤوسهم وهم لسه عايشين، وبيعرفوا انه كان خلاص هيقدر يوصل للي هو عاوزه لولا الطفل اللي كشفه للشرطة، وبيعرفوا انه مش حاسس بالذنب لان الانجازات الكبيرة لازم يكون قدامها تضحيات كبيرة. ولما بارون بيتعصب عليه جون بيقول له لولا اللي انا عملته كان زمانك ميت. تعالوا بقى نرجع بالزمن ل 30 سنة فاتوا. وقتها كان جون لسه دكتور صغير في مستشفى كبيرة في بريطانيا، وكان في دكتور بريطاني حاطه في دماغه ودايما كان بيقلل منه قصاد مدير المستشفى وزمايلهم. وكان في حالة لبنت اسمها إيما، الدكتور البريطاني شخصها انها شلل دماغي، وإيما بتعاني منه بقالها 15 سنة، لكن جون ما كانش مقتنع بالتشخيص ده. وفي يوم لقى في ايد البنت حباية من علاج اسمه ليفودوبا، والعلاج ده بيتاخد في حالات نقص الدوبامين في الجسم، وبيعرف منها ان عامل التنظيف بقاله فترة بيديها من الدواء ده. وبعد كام يوم في محاضرة طبية جون بيفاجئ الطلبة والدكاترة بان إيما بتقف على رجليها، وبيقول لهم ان الفضل كله لعامل النظافة العبقري دانييل، هو اللي كان بيديها الدواء اللي ساعدها انها تقدر تقف على رجليها، وده لان اخته جينيفر بتعاني من نفس المرض، ولانه عبقري في العلوم قدر يوصل للدواء ده علشان يساعد اخته، وفعلا قدرت تمشي بعد ما خدته. ولان حالة إيما نفس حالة اخته ادالها من نفس العلاج. ومن بعد اليوم ده الدكتور البريطاني اتطرد من المستشفى بسبب تشخيصه الغلط، ودانييل خد منحة لدراسة الجينات، وجون خد فرصته وبقى جراح اعصاب مشهور في بريطانيا. وبعد فترة رجع لبلده واشتغل في مستشفى كبيرة ونسي اللي حصل كله لحد ما اتفاجئ في يوم ان دانييل بقى اشهر دكتور على مستوى العالم في مجاله وخد جايزة دولية كبيرة. والموضوع ده استفز جون، فقرر انه يكتشف اكبر انجاز في مجال جراحة المخ والاعصاب، وهو نقل دماغ شخص لدماغ شخص تاني. وكان بيجرب على الحيوانات لكن دايما كان الموضوع بيفشل، فقرر انه يجرب على البني ادمين، وبقى يقتل وياخد الراس ويروح بيها المختبر السري ويطبخ المخ ويعمل عليه تجارب. وبيكمل جون كلامه لباروم وبيقول له انا نقلت لك فص من مخ يوهان باوامر من رئيسة الوزراء بنفسها، لكن باروم ما بيصدقهوش، فبيقول له بسيطة رئيسة الوزراء مكانها معروف، روح لها وتاكد منها بنفسك، والمختبر بتاعي هديلك عنوانه تقدر تروح في اي وقت علشان تتاكد ان ما كدبتش عليك. فبياخد بعضه وبيروح على المختبر، وحرفيا بيتصدم من اللي بيشوفه. ادمغه كتير جدا بتكون محطوطه في برطمانات مع ماده حافظه وترابيزتين عمليات ومعدات جراحه كامله، ده غير ريحه المكان اللي بتبقى صعبه جدا. فبيخرج من المختبر وهو مذهول من اللي شافه. وعلى الجهه التانيه تشيوي بتروح القسم، وهناك الضابط شين بيعرفها ان موتشي قتل بيل علشان يدخل السجن وينتقم من جون، والخبر ده بيوصل لجون في السجن. وفي نفس الوقت بارون بيروح لرئيسه الوزراء وبيقول لها ازاي تسمحي لصائد الرؤوس انه ينقل لي مخ قاتل متسلسل مختل. فبتقول له في شخص بعت لي شريط فيديو عليه عمليه نقل ادمغه وكان جون هو اللي بيقوم بيها، ولو رجعنا بالزمن سيكا هنعرف ان اللي بعت لها الشريط ده هي تشيوي، بس سيبوا الجزئيه دي هنشرحها بالتفصيل كمان شويه. المهم ان رئيسه الوزراء بعد ما عرفت ان جون يقدر يعمل عمليات من النوع ده خدت قرارها وبعتت جابته من السجن، وطلبت منه انه ينقل فص من دماغ يوهان مكان الفص التالف اللي في مخ باروم. وبتقول لباروم جون طلب في المقابل اني اخرجه من السجن، لكن رفضته وترجيته انه يعملها علشان ينقذ حياه شاب شريف كل البلد بتتمنى انه يعيش. فوافق وعمل العمليه في المختبر بتاعه. وهنا باروم بيتعصب عليها وبيقول لها اللي انت عملتيه ده جريمه، وانا عارف انك عملتي كده علشان شعبيه الرئيس تزيد وينجح في الانتخابات اللي جايه. وبيسيب المكان وبيمشي. ولما بيقابل يونج يي بيعرف منها ان موتشي اتقبض عليه بتهمه قتل بيل، فبيراجع كاميرات المستشفى وساعتها بيشوف مراد بارك وشخص تاني وهم قريبين من اوضه بيل قبل ما يتقتل بوقت بسيط جدا. فبيعمل تحريات عن الشخص ده، بيعرف منها انه كان عنده بنت واتخطفت وهي صغيره، فبيشك فيه وبمواجهته بيعترف ان هو اللي قتل بيل لانه شاف سلسلتها عنده فعرف ان هو اللي قتلها. وبعد ما قتله مراد بارك دخلت الاوضه ومسكت المشرط، ولما موتشي وجوزها شافوها جنب الجثه وهي في ايديها المشرط افتكروا ان هي اللي قتلته، وبكده موتشي ومراد بارك بيطلعوا براءه. ده غير ان كده بيتعرف ان البنت المدفونه في القبر مش بنت بارك، وعلشان يتاكدوا بيقرروا انهم ياخدوا عينه من الجثه ويقارنوها بالدي ان ايه لبنت بارك المفقوده. المهم في نفس اليوم بالليل يونج يي بتاخد اكل وبتروح لباروم القسم، فزميله بيقول لها انه كان تعبان وروح البيت. وفي الاثناء دي باروم بيكون في البيت وبيبتدي يحس ان رغبه يوهان في القتل بدات تسيطر عليه. وفي الوقت ده موتشي بيروح له البيت وبيكون شارب ومش في وعيه، وبيقول لباروم ايه اللي خلاك تطلعني من السجن. وفجاه باروم بيقول له انت سبب في كل اللي انا فيه، وبيضربه بعنف وبيرميه على الارض وبيلف ايده حوالين رقبته وبيبتدي يخنقه. وبعدها بياخد طوبه من على الارض وبيرفعها، وقبل ما ينزل بيها على راس موتشي بيسمع صوت جوه راسه بيقول له مستني ايه اقتله. وهنا باروم بينزل بالطوبه بس مش على راس موتشي، ده بينزل بيها على ايده هو لحد ما بيكسرها. وفي اللحظه دي بتكون يونج
يونج يي وصلت، ولما بتشوف ايده والدم اللي عليها بتتخض عليه وبتقوله لازم نروح المستشفى فورا. وتاني يوم الصبح موتشي بيصحى من النوم في بيت باروم، ولما بيشوف الاثار اللي على رقبته بيقول لباروم هو احنا اتخانقنا الليله اللي فاتت؟ فباروم بيقول له انت هجبتني وانت سكران وانا دافعت عن نفسي. فموتشي بيعتذر له وبيقول له انا لازم ابطل شرب، فبيقول له يكون احسن. وبعد كده باروم بيروح يزور جون في السجن وبيقول له انا كنت هقتل واحد امبارح، فهمني اللي بيحصل لي. فبيقول له انا عملت تجربه على الفئران وبدلت فص من مخ فار عنيف بفص من مخ فار مسالم وحبستهم في مكان واحد، وكانت النتيجه ان الفار اللي كان مسالم قتل الفار اللي كان عنيف. علشان كده لازم ما تخليش يوهان هو اللي يسيطر عليك وانت اللي تتحكم فيه مش العكس. المهم ان نتيجه تحليل الدي ان ايه بتظهر وبارك بيتاكد ان البنت المدفونه مش بنته فعلا، فبياخد معاه موتشي وبيروح يزور جون وبيساله عن المكان اللي دفن فيه بنته، فبيرد عليه ببرود وبيقول له مش فاكر. وساعتها بارك بيفقد اعصابه وبيتعصب عليه وبيحاول يهاجمه، فالحراس بيخرجوه وبيبعدوه عنه. في الوقت ده موتشي بيقول لجون انا لو كنت اعرف ان يوهان ابنك كنت قتلته. فجون بيبص له ببرود زي عادته. وعلى الجهه الثانيه باروم بيروح يزور دكتور تبع رئيسه الوزراء وبيحكي له على اللي بيحصل له، فبيديله دواء وبيطلب منه ياخده بانتظام. ولما بيرجع القسم رئيسه بيطلب منه ياخد دليل ويوصله لمركز الادله، فلما بيروح هناك بيلاقي نفسه بشكل لا ارادي بيفتح اللاب وبيتفرج على صور الضحايا وبيكون مستمتع جدا وهو شايف شكل الجثث. وفي اللحظه دي بيوصل موتشي فبيقفل اللاب وبيقول له انه كان جاي يوصل له دليل وانه سابه له على المكتب، وبعدها بيمشي. وعامه ام كانغ بتقابل يونج يي في الشارع فبتتعصب عليها وبتقول لها ايه اللي رجعك تاني للحي، عزلي من هنا. فيونج يي بتقول لها رب ابنك وسيبوني في حالي. وهنا الست الكبيره بتهاجمها فموتشي بيتدخل وبيمسك ايد الست وبيقول لها لو اللي عملتيه ده اتكرر تاني هرميكي في السجن. وبيروح مع يونج يي في شقتها وبيلم هدومها وبيقول لها انه هياخدها تعيش معاه، فبترفض وبتعرفه انها مش هتسيب بيتها وان المواجهه في الحالات دي بتبقى احسن من الهرب. وعامه باروم حالته بتسوء اكتر والدواء اللي خده من الدكتور ما بيعملش اي حاجه، فبياخد بعضه وبيروح للدكتور وبيقول له انا عاوز اعمل العمليه تاني واشيل مخ يوهان من دماغي، انا حاسس انه قرب يسيطر عليا وحطوا لي مكانه فص من مخ اي حد تاني. فالدكتور بيقول له مش ممكن نخاطر مره تانيه لان لو حد عرف كلنا حياتنا هتتدمر. فباروما بيتعصب عليه وبيقول له انا مش هسكت وبيسيبه وبيخرج. وفي نفس اليوم بالليل شخص بيخطف بنت من حي يونج يي وبيقتلها وبياخدها على الجراج. وتاني يوم الصبح المحقق شين بيتصل بباروم من التليفون الارضي اللي في القسم وبيقول له انت هتتنقل لمكتب جمع الادله. وفي الاثناء دي بيجي اتصال لشين على تليفونه بيعرف منه انهم لقوا جثه بنته وان طريقه القتل بنفس نمط قتل يوهان لضحاياه. وباروم بيسمع المكالمه وبيقول له انه هيروح معاه لمسرح الجريمه، ولما بيوصلوا لهناك بيلاقوا الضحيه مقتوله بنفس النمط. لكن الغريب ان باروم بيشم نفس ريحه النعناع اللي سبق وشمها وهو بيضرب يوهان قبل كده. وتاني يوم اداره فندق بيبلغوا الشرطه ان في نزيله انتحرت في اوضتها، فباروم بيروح يعاين جثتها وساعتها بيعرف انها اتقتلت ما انتحرتش. والغريبه انه بيشم نفس ريحه النعناع وكمان بيلاقي متثبت على هدومها دبوس جده يونج يي اللي كان معاها يوم ما اتقتلت. وساعتها بيتصدم وبيقع على الارض وبيتصل بالظابط موتشي وبيبلغه كل اللي حصل. فبيوصل هو وفريقه لمسرح الجريمه لكن ما بيبقاش فيه اي اثر للدبوس، لكنه بياكد لهم انه كان موجود وانه ما سابش المكان غير لما كلم موتشي. والمكالمه خدت كام دقيقه مش اكتر، لكن ما فيش حد منهم بيصدقه خصوصا انه كلهم عارفين انه من بعد العمليه وهو ما رجعش لطبيعته. المهم ان تشيوي بتكون مع موتشي بيتناقشوا في تفاصيل اخر قضيه وساعتها بيجي لها تليفون فبتمشي فورا وما بتسيبه. وبعد شويه المحامي وو ابن بيل بيشوفها وهي شايله طفل وخارجه من عند دكتور صاحبه، ولما بيدخل للدكتور بيقول له هي المذيعه تشيوي اتجوزت امتى؟ فبيقول له ان في اشاعه انها كانت على علاقه بيوهان فاكيد الطفل ده يبقى ابنه. تعالوا بقى اكلمكم شويه عن وو المحامي اللي بيقدم استشارات نفسيه مجانيه للمراهقات. في الواجهه هو محامي وناشط اجتماعي لكنه في الحقيقه قاتل متسلسل بيختار من المراهقات ضحاياه وبيقتلهم بدم بارد. فاكرين بقى الضحيه اللي باروم لقاها في اول يوم نزل فيه الشغل في القريه وهو وموتشي فضلوا يحققوا في تفاصيل قتلها وهو اللي قتلها، ومش بس هي ده في 2 غيرها اتقتلوا بنفس التفاصيل. ولما موتشي بيبتدي يشك فيه بيعمل تحريات وافيه عنه لحد ما بيعرف انه بيحب يزرع نوع معين من الورد فبيحفر تحت الورد ده وساعتها بيلاقي بنت مقتوله ومعاها سلاح الجريمه فراح له البيت علشان يقبض عليه لكنه ما لقاهوش هناك بس لقاه عامل سيرش عن تشيوي وقدر يتاكد من السيرش ده انها كانت حبيبه يوهان. ولان موتشي اصلا بيحب تشيوي ده غير واجبه في القبض على المجرمين بيطلع جري من البيت علشان يروح لها وينقذها قبل ما وو يخلص عليها. ولما بيوصل بيتها بيلاقيها كويسه وبيسمع صوت طفل بيعيط فموتشي بيستغرب ان تشيوي عندها طفل. وفي نفس الوقت صاحب باروم بيكون عنده في البيت وفرحه بيكون تاني يوم وبيقول لباروم انه اتصل بخطيبته سول كيم اكتر من مره لكنها ما بتردش عليه. وخطيبته دي لو تفتكر كانت فتاه ليل قبل ما تتوب وصاحب باروم يخطبها. المهم ان باروم بيعرفوا موضوع قاتل فتيات الليل وهما الاتنين بيروحوا على بيت سول كيم. في الاثناء دي بيكون وو عندها في البيت وبيخلص عليها ولما باروم وصاحبه بيوصلوا بيلاقوا الباب مقفول من جوه ومقفول بالقفل. فباروم بيقول لصاحبه انزل عند الحارس ودور على حاجه نكسر بيها الباب. وبمجرد ما صاحبه بيمشي بيقدر يفتح الباب وساعتها بيلاقي كيم سول مقتوله
وهنا وو بيهاجمه وبيحاول يخنقه، لكن بارون بيقدر يدافع عن نفسه وبيضربه بعنف، وبالرغم من كده وو بيضربه على دماغه وبينط من الشباك، فبارون بيخرج وراه، وبعد مطارده طويله وو بيغفله وبيضربه على راسه مره تانية فبيفقد الوعي، ولما بيفوق بيلاقي نفسه متكتف وو بيكون قاعد قدامه. وساعتها بارون بيقول لنفسه انه طول ما هو بيتكلم مع وو مش هيقتله، فبيساله انت بتقتل ليه؟ فبيقول له انا بخلص العالم من الستات الغير محترمين. وبيعرفوا ان الموضوع بدأ معاه من صغره لما قتل بنت الجيران، وساعتها قال لابوه انه قتلها بالغلط. في الوقت ده كان موضوع صائد الرؤوس مخاوف كل الناس، فابوه شاف صورة بنت بارك لما اتخطفت وعرف منها هي كانت لابسه ايه بالظبط، واشترى لبس زيه ولبسه لبنت الجيران. ولانه بيحقق في قضيه اختفاء بنت بارك قدر بسهوله يوصل لعينه DNA ليها، ودفن بنت جاره في الغابه مع العينه دي. وابوه كان بيعمل كده علشان يحميه، وبيقول له وعلى فكره انا قتلت امي لانها خدت خصله من شعري واديتها لدانييل علشان تتاكد ان كنت قاتل مختل ولا لا. فقال لها اني فعلا قاتل مختل، وفاكر ان في يوم بعد ما ابويا دفن بنت جارنا كنت بتعشى وساعتها امي سالتني انت قتلتها ليه، فقلت لها لانها شبهك وانا متاكد انك عملتي علاقه مع ابوها وخلفتيها علشان كده قتلتها. وساعتها امه شربت سم وقالت له احنا هنموت مع بعض، فعرف انها حاطه له سم في الاكل. ولما هما الاتنين اتنقلوا المستشفى الدكاتره انقذوهم، لكن هي كانت مصممه انها تخلص على وو، فهو اللي رماها من الشباك وخلص عليها. وفي اللحظه دي بارون بيفتكر انه شاف دبوس الجده على لبس ضحيه من ضحايا وو، فبيحرر نفسه وبيهاجم وو وبيقول له انت اللي كنت بترتكب الجرائم اللي كل الناس كانت فاكره ان يوهان هو اللي ارتكبها. لكن وو بينكر. وفي نفس اللحظه بارون بيبتدي يشوف ذكريات يوهان وهو بيقتل الجده وبيحرق لاعب الملاكمه، فبيحط ايده على راسه وبيبان عليه انه بيتألم جدا. ولما وو بيحاول يهرب بيمسكه مره تانية وبيشل حركته، وهنا بارون بيسمع صوت يوهان جوه راسه وهو بيقول له اقتله، اللي زيه لازم يموت. فبيلف ايده حوالين رقبه وو وبيخنقه. وفي اللحظه اللي وو بيموت فيها باروما بينهار لانه بيعرف ان يوهان قدر يسيطر عليه ويحوله لقاتل. وساعتها بيتخيل ان يوهان واقف قدامه وبيقول له ايه رايك في احساس القتل؟ ممتع مش كده؟ المهم ان بارون بياخد بعضه وبيروح للقسم وبيعترف انه قتل وو، فموتشي وقوة من الشرطه بيروحوا معاه للمخزن، وفريق المعمل الجنائي بيفحص المخزن كويس جدا لكنهم لا بيلاقوا الجثه ولا حتى اي بصمات في المكان. وهنا بيتاكدوا ان بارون كان بيتخيل وان اللي بيحصل له ده اثار جانبيه للعمليه اللي عملها في دماغه. ولما بيرجعوا للقسم بيكتشفوا عن طريق كاميرات المراقبه ان وو كان في مكان تاني في الوقت اللي بارون قال انه قتله فيه. وموتشي بيقول له انه اكتشف ان 2 من الضحايا اللي يوهان كان مهتم بقتلهم طلع انه وو هو اللي قتلهم، وانه عرف كده لما شاف كارت الشغل بتاع وو في مسرح الجريمتين. فبارون بياخد بعضه وبيروح للمستشفى وبيسأل صاحبه على كيم سول، فبيقول له لولا انك وصلت في الوقت المناسب كان زمانها ميتة. المهم ان بارون ما بيقتنعش بان كل اللي حصل ده كان تهيؤات، وبيرجع مرة تانية للمخزن وبيفتش كل شبر فيه لحد ما بيلاقي اثار الحريق على الارض، فبيعرف انه فعلا قتل وو وان في حد شال جثته ونظف المكان من الدم والبصمات. ولما بنرجع بالزمن لليلة الحادثة فعلا بنشوف شخص بيدخل للمخزن وبيشيل الجثة وبيمسح اثار كل اللي حصل. وعامة بيكون في واحد بيراقب بارون وبيشوفه وهو خارج من المخزن، فبيتصل بشخص وبيقول له بارون اكتشف اللي عملناه اتصرف ازاي. وبعد شوية بارون بيكون في الاتوبيس وهو نازل منه شخص كبير في السن مغطي نص وشه بكمامة بيزق وبيقع معاه على الارض، وفي الاثناء دي بيبدل تليفونه بتليفون بارون. وفي اللحظة اللي بارون بيدخل فيها القسم الشخص ده بيكلمه وبيقول له حتى لو سلمت نفسك مفيش حد هيصدقك، وبيطلب منه انهم يتقابلوا وان ما يعرفش حد بالمكالمة دي. وفي المجمل بارون بيروح له في المكان اللي اتفقوا عليه، ووقتها الشخص ده بيخدره، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في مخزن والشخص المسن ده بيطلع انه دانييل. المهم ان بارون بيقول له مش المفروض ان يوهان خلص عليك، فبيقول له الاهم دلوقتي انك تعرف انك طول ما انت بتحاول تسيطر على رغبة يوهان في القتل هيجي الوقت اللي هو هيسيطر عليك وهيحولك لقاتل مختل، علشان كده لازم تنفذ رغبته من وقت للتاني، وبكده مش هيقدر يسيطر عليك سيطرة كاملة. فبارون بيرفض الفكرة بشكل كامل وبيقول له اللي انت بتقوله ده جنون، انت عاوزنا تحول لقاتل مختل؟ فبيقول له القتلة المختلين يستحقوا القتل، وبقتلهم هتنقذ الناس من شرهم وهتنقذ نفسك من قتل ناس ابرياء، لكن لو صممت على رفضك هتتحول لقاتل مختل وهتبتدي بقتل اقرب الناس ليك. وبيقول له لما تشك في شخص انه قاتل متسلسل هات لي DNA بتاعه، ولو اتاكدنا ان عنده الجين ساعتها تخلص عليه بضمير مرتاح. وعامه بارون بيخرج من عند دانييل وهو متلخبط ومش عارف يعمل ايه. وفي نفس اليوم بالليل يونج يي بتكون في المطعم اللي بتشتغل فيه، وساعتها البنت اللي اتسببت في طردها من المدرسه هي وكم واحده من اصحابها،
بيروحوا يتعشوا في المطعم، ولما بيشوفوها شغاله هناك بيتنمروا عليها بسبب الاعتداء اللي حصل لها وهي صغيره. ولما بارون بيروح لها بالليل بيلاقيها مش في وعيها بسبب الشرب، وصاحبه المحل بتحكي له على اللي حصل، فبيشيلها على ظهره وبيوصلها للبيت. وهناك بيبتدي يسمع صوت يوهان في راسه وهو بيقول له خلص عليها خلص عليها، وفعلا بيقرب ايديه من رقبتها، لكنه بيقدر في اخر لحظه يسيطر على نفسه وبيسيبها وبيخرج وبيقفل الباب بعنف. فبتصحى على صوت قفل الباب، وقتها بتكتشف انه نسي تليفونه عندها، فبتاخد التليفون وبتطلع تدور عليه، وفعلا بتشوفه عن بعد. وهي بتعدي الطريق كانغي بيوقفها وبيقرب منها وبيقول لها لما الدنيا تمطر هعمل اللي عملته معاكي زمان تاني وتالت، وبيسيبها وبيعدي للناحيه التانيه، وهناك بيتف على الارض قبل ما يكمل طريقه وبيبعد عن المكان. واتنين بيشوفوا اللي حصل، بارون وتشوي اللي بتكون في عربيتها في الوقت ده، وكاميرا العربيه بتاعتها بتصور اللي حصل. المهم ان تشوي بتنزل جري من العربيه وبتروح ليونجي وبتساعدها وبتاخدها على البيت. اما بارون فبياخد عينه الدي ان ايه بتاعت كانغ وبيحطها على فرشه اسنان، وبياخد مجموعه من فرش اسنان زمايله وبيروح يديهم لدانييل وبيقول له طلع لي منهم عينه القاتل المختل. وفعلا دانييل بينجح في انه بيختار عينه كانغ، وبيقول لبارون ده قاتل مختل عنيف وهيكرر جريمته بشكل اعنف ولازم تخلص عليه. في الوقت ده تشوي بتروح لموتشي وبتعرفه اللي كانغ عمله مع يونج يي وبتوريله الفيديو، فموتشي بيشيد وبياخد بعضه وبيروح على بيت كانغ وبينزل فيه ضربه. وساعتها كانغ بيوشوشه وبيقول له لما الدنيا تمطر. وهنا موتشي بيشل حركته وبيرفع عليه المسدس، لكنه بيتراجع في اخر لحظه. ولما ام كانغ بتوصل بتقول لموتشي ابعد عن ابني. وبالليل كانغ بياخد امه وبيروحوا يقدموا شكوى في موتشي فبيتحبس. وساعتها بيحاول يقنع زمايله ان كانغ بيمثل وانه خطر على حياه يونج يي، لكن مفيش حد بيسمع له. وعلى الجهه الثانيه بارون بيروح لقسم الادله وبيطلع ملف قضيه اغتصاب كانغ ليونج يي وبيقرا تفاصيل القضيه. وهنا بنرجع بالزمن لليله تعدي كانغ على يونج يي. في الليله دي كانغ كان سهران في حانه، ويونج يي راحت لصاحبه الحانه علشان تشتري مشروب حرام لجدتها، فكانغ شافها. ويومها كانت الدنيا بتمطر، ويونج يي كانت بتعدي من على الجسر علشان تروح لبيت جدتها. وساعتها كانغ خطفها وتعدى عليها بمنتهى الوحشيه وسابها مرميه في الشارع. ويومها موتشي جاله اتصال ان في بنت صغيره تعرضت لاعتداء، فراح لها وشالها على ظهره وخدها على المستشفى. وساعتها كانت اصابات يونج يي خطيره، لان المجرم مش بس تعدى عليها، ده عضها في خدها وربط حبل حوالين رقبتها وسحلها على الارض. وصورتها بعد ما خرجت من المستشفى كانت صعبه جدا، لدرجه ان بارون بيعيط لما بيشوفها، خصوصا لما بيعرف ان كانغ بعد ما اتقبض عليه واتحاكم قعد يحلف انه مش فاكر اي حاجه لانه كان سكران، وعلشان كده اتحكم عليه ب10 سنين سجن و10 سنين اطلاق سراح مشروط تحت الرقابه، مع انه كان المفروض يتعدم. ولما بارون بيروح ليونج يي بيلاقيها بتتدرب على الفنون القتاليه، فبياخد بعضه وبيروح يشتري شاكوش واحبال وبيروح على بيت كانغ علشان يخلص عليه. وساعتها بيلاقيه انتحر، وبيلاقي جنبه جواب انه عمل كده في نفسه بسبب احساسه بالذنب، فبيصعب عليه وبياخده وبيوديه للمستشفى، وهناك بيتعمل له غسيل معده. وبكده يبقى بارون انقذ حياته. وهو في طريقه للبيت بيشوف خالته وهي معاها ولد صغير، فبيروح لها وبيقول لها مين ده، فبتتوتر وبتقول له انها اتبنته وبتربيه. المهم انه بيعزمهم على الغدا، والولد بيتعلق ببارون بسبب حنيته عليه، بس بيبان على خالة بارون انها مش مرتاحه للي بيحصل. وبالليل الدنيا بتمطر، وساعتها يونج يي بتعرف ان كانغ اكيد هيكرر محاولته النهارده. وعلى الجهه الثانيه موتشي بيكون محبوس بسبب الشكوى اللي كانغ وامه قدموها ضده. ولما موتشي بيعرف ان الدنيا بتمطر بيتعصب على زمايله وبيقول لهم حد يروح يطمن على يونج يي، بس مفيش حد بيهتم بكلامه. في الوقت ده بارون بيكون رجع للبيت وبيصور القطط اللي عنده لابن خالته، فبيقول له تعالى خدني امي مش هنا وانا قاعد لوحدي، وبيديله العنوان من على طرد وصل لامه الصبح، فبيروح له وبياخده معاه وبيرجعوا على البيت. وعامه بارون بيجهز العشاء للولد، وهو بياكل بيتخيل ان يوهان واقف قصاده وبيقول له اقتله، فبيحاول يسيطر على نفسه، لكن في النهايه يوهان بيسيطر عليه. وفي نفس اللحظه الولد بيقول له هنلعب استغمايه، وبيسيبه وبيجري يستخبى. وفي اللحظه دي بارون بيكون تحت تاثير سيطره يوهان بشكل كامل، فبيجيب الشاكوش وبيبتدي يدور عليه، ولما بيوصل له بيرفع عليه الشاكوش، لكن قطته بتنط عليه وبتخربشه في ايده، فبيسيب الطفل وبيدور على القطه وبيموتها. وعلى الجهه الثانيه ام كانغ بتروح للقسم وبتسلم شين جواب مكتوب بخط ايدها بتقول فيه ان تشوي ما تعرضش لابنها ولا ضربه. وهنا شين بيلاحظ اثار كدمات على ايديها بس ما بيهتمش بالموضوع، ولانه بيكون مستعجل وعنده مشوار بيدي الاقرار لواحد زميله اسمه لي وبيقول له سلمه لرئيس الشرطه. في الاثناء دي يونج يي بتروح تشتري سكينه وما بتبقاش عارفه ان كانغ بيراقبها، وكمان بيقدر انه يتخلص من طوق الجي بي اس اللي في رجله وبيحطه جوه عربيه نقل. وبعد شويه يونج يي بتتفرج على تقرير اخباري المذيع بيقول فيه ان كانغ قدر يهرب وخرج بره المدينه، فساعتها بتحس بالراحه وبتخرج تشتري عشاء. وفي الاثناء دي صاحبه المحل بتقول لها ان يونا البنت الصغيره جارتها كانت في المحل بتشتري عشاء لامها من شويه، وفي نفس الوقت كانغ بيبعت لها رساله بيقول لها فيها انه النهارده هيكرر اللي عمله معاها زمان بس مع طفله تانية. فبتاخد بعضها وبتطلع تجري على بيت ام يون، وهناك بتتاكد ان البنت مش موجوده، فبتخرج من البيت وبتجري في الشارع زي المجنونه
مجنونه، وبتروح لنفس المكان اللي كانغ اتعدى عليها فيه زمان، فبتلاقيه بيستعد علشان يقرر اللي عمله مع يونا. وساعتها يونج يي بتهاجمه وبتحاول تشيل حركته، فبيمسك طوبه من الارض وبيضربها بيها على راسها. وبعد ما كانغ بيبعد عنها بتتصل بباروم. وعلى الجهه الثانيه موتشي بيقول لواحد من زمايله خرجوني من هنا، يونج يي حياتها في خطر ولازم انقذها. فبيرمي له مفتاح الزنزانه، وساعتها بياخده وبيجري بره القسم وبيركب عربيته وبيتحرك بيها بسرعه في اتجاه بيت يونج يي. لكن وهو في طريق عربيه نص نقل بتكون جايه في الاتجاه المعاكس، فبيتفاداها في اخر لحظه وعربيته بتنحرف عن الطريق وبيعمل حادثه. واول ما بيخرج من العربيه شخص بيضربه على راسه من ورا فبيفقد الوعي. وفي المجمل بيطلع ان الشخص ده ما هو الا باروم، وطبعا هو ضرب موتشي على راسه علشان ما يشوفش اللي هو هيعمله. في الوقت ده بتكون يونا قدرت تهرب من كانغ وبتدخل تستخبى جوه دولاب مرمي جنب النهر، فباروم بيقفل عليها الباب وبيرجع تاني لكانغ، وحرفيا بيضربه بنفس الطريقه اللي ضرب بيها يانج يي، وبتسبب له في نفس الاصابات بنفس الشكل والطريقه، وفي النهايه بيقتله. وبعد كده بيحط ليونا الحذاء بتاعها قصاد الدولاب وبيفتح قفل الباب، بس البنت بتخاف وما بترضاش تخرج. في الاثناء دي شخص راكب عجله بيعمل حادثه جنب النهر، وساعتها بيلفت نظره ان في حاجه متغطيه ببطانيه ومرميه على الارض، فبيروح وبيكشف الغطا، وساعتها بيتفاجئ بجثه كانغ فبيبلغ الشرطه. ولما الشرطه بتوصل بيفتحوا ليونا الباب، وساعتها البنت بتنهار. وتاني يوم الصبح باروم بيبقى في بيته وبيقوم يجهز الفطار والقهوه وهو اخر روقان، وحرفيا بيكون في منتهى السلام النفسي والراحه. بس فجاه خالته بتوصل وبتساله بطريقه عنيفه عن الولد، فبيقول لها ما تقلقيش هو نايم جوه. فبتدخل تصحيه وبتجره لحد الباب وبتقول لباروم ازاي تجيبه لبيتك من غير ما تاخد اذني، وبتخرج من غير ما تستنى ان باروم يرد عليها، وهو ما بيبقاش فاهم هي متعصبه ليه. وعلى الجهه الثانيه موتشي بيستعيد وعيه وبيروح لمسرح الجريمه، ولما بيشوف شكل جثه كانغ بيقول لزمايله الجاني مش شخص عادي، ده قاتل مختل ودي مش اول جريمه ليه. وبياخد بعضه وبيروح ليونج يي المستشفى علشان يطمن عليها، لكنها بتكون فاقده للوعي. ولما تشوي بتقول له انت ازاي ما قدرتش تاخد بالك من يونج يي، بيتعصب عليها وبيطردها، فبتخرج من الاوضه. وساعتها بتشوف باروم، ولما بيتكلم معاها بتلاقيه بيتكلم بنفس طريقه يوهان، فبتتوتر وبتسيبه وبتمشي. ولما بيرجع اوضه يونج يي بيلاقي موتشي قاعد جنبها وبيبان عليه انه قلقان عليها، فبيقول له امشي انت دلوقتي وانا هاخد بالي منها. فبياخد بعضه وبيخرج بعد ما عرف ان باروم بيغير على يونج يي. وبعد كده الراي العام كله بيكون ضد الشرطه بعد ما قصروا في واجبهم وما شددوش المراقبه على كانغ. والرئيس نفسه بيروح لهم القسم ومعاه رئيسه الوزراء، وبيسمع من واحد من الضباط تحليل المسرح الجريمه واتهامه ليونج يي انها هي اللي قتلت كانغ. لكن موتشي بيرد عليه بحده وبيثبت لهم ان اللي قتل كانغ شخص كان عارف كل تفاصيل اعتدائه على يونج يي، لانه جرحه نفس الجروح وضربه بنفس الطريقه. ويونج يي ما عندهاش القوه اللي تقدر تتغلب على قاتل محترف زي كانغ. وطبعا لما باروم بيسمع تحليل موتشي بيتوتر لانه بيوصف بالظبط اللي هو عمله. وللاسف كلام موتشي بيثبت التهمه اكتر على يونج يي، وهو نفسه بيبتدي يشك ان هي اللي قتلت كانغ. المهم انه بياخد معاه باروم وبيروحوا يسالوا يونا ان كانت شافت القاتل، فبتبص لباروم وبعدها بتقول لموتشي لا ما شفتهوش. في الوقت ده موتشي وباروم بيروحوا ليونا البيت وبيحاولوا يعرفوا منها اي حاجه، لكن البنت ما بتتكلمش. ولما بيخرجوا من بيت يونا بيجي لموتشي اتصال بيعرف منه ان زمايله في المستشفى بيحققوا مع يونج يي، فبياخد معاه باروم وبيروحوا على هناك بسرعه. في الوقت ده زميل موتشي بيقول ليونج يي ان كاميرات مراقبه محل قريب من بيتها صورتها وهي بتشتري سكينه. وفي اللحظه دي موتشي بيوصل وبيتعصب على زميله وبيقول له انت بتحقق معاها ليه، هي مجني عليها زيها زي يونا. فزمايله بيخرجوه من الاوضه، وهنا باروم بيقول له انت ليه بتعمل معاها كده وهي مش اختك ولا قريبتك حتى. فبيقول له لو كنت انت اللي مكانها برضه كنت هعمل كده معاك. وعامه موتشي بيقدر يقنع زمايله يروحوا معاه لمسرح الجريمه، وبعد ما بيفحص المكان كويس بيشوف اثار على سور الجسر بيعرف منها ان القاتل شنق كانغ على السور. فبيقول لزمايله مستحيل بنت وزنها 50 كيلو زي يونج يي تقدر ترفع جسم شخص زي كانغ. اللي عمل كده شاب بكامل صحته وفي الغالب في العشرينات او في الثلاثينات، وكلامه بيقنع المحققين. ويونج يي بتخرج من دايره الاشتباه، وفي نفس اليوم بالليل بيروح يزورها وبيطمنها ان مفيش حد من الضباط هيضايقها تاني. بس بعد كده موتشي بيحس ان يونا كدبت عليه وانها فعلا شافت المجرم، فبيروح لها البيت وبيسالها تاني، لكن البنت بترفض تتكلم. فبياخد بعضه وبيروح ليونج يي المستشفى، وباروم بيكون هناك وبيقول لهم ان يونا شافت القاتل لكنها مش عاوزه تتكلم. وهنا باروم بيتوتر، وموتشي بيقول لهم ان اكيد يونا مش هتتكلم مع حد الا يونج يي. فمن غير تفكير بتقول له انا هروح لها فورا. فباروم بيتوتر اكتر وبيقول لها هروح اخلص لك اجراءات الخروج الاول، لكنه بيروح للضابط اللي بيحقق في الجريمه وبيقول له تشوي هي اللي لقت يونج يي عند الجسر، لكن يونج يي ما كانتش لابسه نفس اللبس اللي ظهرت بيه في تصوير فيديو عربيه تشوي قبل ارتكاب الجريمه بساعه مش اكتر. وده معناه ان تشوي ساعدتها وخدت هدومها اللي كان عليها دم كانغ وسلاح الجريمه وشالتهم معاها، وده قبل ما تبلغ الشرطه. فالضابط بياخد بعضه وبيروح لتشوي وبيواجهها وبيعرفها انها لو كدبت هتتحبس وابنها هيتربى يتيم. فبتعترف وبتسلمه هدوم يونج يي والسكينه اللي كانت معاها. فيونج يي بتتحبس بقضيه قتل كانغ. في الوقت ده باروم بيروح ليونا وبيقول لها هو انت فعلا عارفه مين القاتل؟ فبتقول له ايوه
ايوه انت اللي قتلته، انا شفت الجرح اللي على دراعك وانت بتقفل عليا باب الدولاب. وهنا بنشوف اثار الجرح اللي على دراع باروم، وفي اللحظه دي باروم بيقرر يتخلص من يونا، لكن بعد كده البنت بتقول له انت انقذت حياتي وعلشان كده بوعدك ان عمري ما هتكلم. فباروم بيتراجع عن فكره قتلها، وزي ما دخل يونج يي السجن بيقدر يخرجها. طب عمل كده ازاي؟ تعالوا نرجع شويه بالزمن لليله الحادثه. ساعتها باروم خبى سلاح الجريمه اللي قتل بيه كانغ في مكان جنب النهر، وبعد ما اطمن ان يونا مش هتتكلم راح لشين وقال له يوم الحادثه كان في طيار جامد جدا، متهيألي لو فتشنا تاني ممكن نلاقي ادله جديده. فشين ما كدبش خبر وراح فتش تاني وفعلا لقى سلاح الجريمه ولبس كانغ، فكلم موتشي وعرفه اللي حصل. وساعتها موتشي خد سلاح الجريمه واللبس للمعمل الجنائي، وبعد الفحص اكتشفوا ان الدم اللي على السكينه واللبس فعلا دم كانغ، ولقوا على اللبس عينه حمض نووي لقاتل اسمه لي محبوس فعلا في السجن. ولما باروم بيعرف الكلام ده بيتوتر، ما بيبقاش عارف العينه دي جت منين. اما يونج يي فبتطلع براءه، وعشان موتشي يعرف ازاي عينه دي ان ايه للي وصلت لسلاح الجريمه وهدوم كانغ بيروح للقسم وبيحقق معاه. وساعتها لي بيقول له ان هو وكانغ كانوا محبوسين في زنزانه واحده وان هوايته الخياطه. ولما كانغ عرف كده طلب منه يخيط له قميص علشان يلبسه في مناسبه مهمه، ففصل له القميص اللي هم لقوه في مسرح الجريمه، وهو ده السبب في انهم لقوا دي ان ايه منه على لبس كانغ يوم الحادثه. المهم ان تشيوي بتعرض على يونج يي انها تشتغل معاها ضمن فريق الاعداد في البرنامج، ففي الاول بترفض، لكن لما باروم بيوصل لها فيديو من يونا بتشكرها فيه على اللي عملته معاها، وبتقول لها انها عاوزه لما تكبر تطلع بطله زيها. بتتاثر بكلامها وبتقرر انها تشتغل مع تشيوي علشان تكشف حقيقه الناس. وفي اول يوم بتروح مع تشيوي للسجن علشان يعملوا لقاء مع واحد من المساجين، فبتشوف شخص بيصعب عليها جدا، فبتطلب من تشيوي انهم يعملوا حلقه عنه ويحاولوا يعرفوا ان كان بريء ولا فعلا قاتل متسلسل. المهم ان موتشي لما بيراجع تقرير قضيه كانغ بيفتكر الشاهد اللي اكتشف الجثه، فبيكلم باروم وتشيوي وبيقول لهم انه هيروح يجيب منه كاميرا التصوير اللي في العجله بتاعته لانه منها هيقدر يعرف مين هو القاتل. وهنا تشيوي وباروم هما الاتنين بيتوتروا، وده لان تشيوي لما لقيت يونج يي كان كانغ لسه في الروح، لكنها سابته لحد ما مات وخدت يونج يي ومشي. المهم ان تشيوي بتروح تسرق الكاميرا، ولما بتشوف الفيديو بتتاكد ان باروم هو القاتل. وطبعا موتشي بيتعصب على صاحب العجله لما بيعرف ان الكاميرا اتسرقت، بس الشاهد بيكون عنده نسخه من الفيديو وبيقرر انه يبيعها لتشيوي علشان تعرضها في برنامجها، وبيكلمها في التليفون وبياخد منها ميعاد، ولانها ما بتبقاش فاضيه بتطلب من يونج يي هي اللي تقابله. وفي الميعاد بتلاقيه سايب لها فلاشه، لما بتشغلها بتعرف ان القاتل هو باروم، فبتتصدم لكنها بتاخد الفلاشه وبتدمرها. في الوقت ده تشيوي بتتصل بباروم وبتطلب منه عنوان ليه علشان تعمل معاه مقابله لانه خرج من السجن النهارده، فبيدي لها العنوان وبعدها بيقلق عليها فبيراقبها. وعامه تشيوي بتكون في طريقها لقريه ليه، فبتقابله في الطريق، فبتوقف عربيتها وبتقول له انها عاوزه تعمل اللقاء اللي عملته معاه في السجن، وبتعرض عليه انها توصله، فبيوافق وبيركب معاها. في الوقت ده باروم بيكون بيراقبهم وبيمشي وراهم، وعامه ليه بيقدر انه يوقف العربيه ويشيل حركه تشيوي وياخدها لاخر مكان ارتكب فيه جريمه قتل قبل ما يتحبس، وهناك بيستعد علشان يخلص عليها. وفي اللحظه دي بيظهر باروم وبيضربه وبيشيل حركته، وقبل ما يقتله بيصوره وهو بيعترف بكل جرايمه مكان الجثث، وبعد ما بيقتله بيبعت شريط فيديو لقنوات التلفزيون. في الوقت ده موتشي بيشك ان ليه هيرتكب جريمه جديده، وبعد دراسه سلوكه بيروح لنفس المكان اللي ارتكب فيه اخر جريمه ليه، ولما بيدور شويه في المكان بيلاقيه اتقتل، لكن باروم ما بيبقاش لسه مشي، وموتشي بيلمحه من بعيد فبيطارده، لكن ما بيقدرش يوصل ليه بسبب الاعشاب الطويله اللي بتكون مغطيه الارض كلها. وساعتها تشيوي بتقدر تحرر نفسها وبتصرخ، وبعد ما تشيوي بتحكي لموتشي كل اللي حصل بيتعصب عليها وبيقول لها ازاي تعرضي نفسك للخطر بالطريقه دي، وبيسالها ان كانت شافت وش الشخص اللي انقذها وقتل ليه، فبتقول له لا. وعامه لما باروم بيوصل لبيته بيلاقي يونج يي مستنياه، واول ما بتشوفه بتنهار، وساعتها بيقول لها انا مش الشخص اللي انت متخيلاه، وبيسيبها وبيدخل بيته، ومن بعدها بيفضل يتهرب منها. ولما موتشي بيلاحظ انه بيتهرب من يونج يي بينصحه انه ما يكررش غلطته ويحاول يستقر ويبني بيت واسره مع يونج يي قبل ما عمره يضيع منه، فبيقتنع بكلامه وبيتصل بيها وبيعزمها على العشاء. وفي نفس اليوم بالليل يونج يي بتكون في القناه، وساعتها طفل اسمه هان بيتصل بيهم وبيقول لهم ان عنده دليل مهم على شخص بيقتل القطط في الحي بتاعهم. فتشيوي بتكلف يونج يي انها تقابل هان وتعرف كل المعلومات اللي عنده، فبتتصل بيه وبيتفقوا انهم يتقابلوا بالليل في نفس المطعم اللي هي وباروم هيتقابلوا فيه. لكن لما هان بيشوف باروم بيقول لها شكلك مش فاضيه دلوقتي، هستناكي بكره بعد المدرسه علشان نتكلم. فباروم بيلمح عنوان المدرسه مكتوب على شنطه هان. في الاثناء دي دانييل بيتصل بباروم وبيقول له لازم تيجي دلوقتي، فبيعتذر ليونج يي وبيروح له، وساعتها دانييل بيديله اسم مسؤول مهم وبيطلب منه انه يقتله، فبيرفض وبيقول له انا مش هشتغل لحسابك، انا هقتل المجرمين وبس، وبيسيبه وبيمشي. وعلى الجهه الثانيه موتشي بيكتشف ان السكينه اللي كانت الجده شايلاها علشان تقتل بيها كانغ لما يطلع من السجن عليها دم، فبياخدها وبيوديها للمعمل، وساعتها بيكتشفوا ان الدم ده هو دم كانغ فعلا، وده معناه اللي قتل كانغ خد السكينه قتلوا بيها ورجعها تاني، ولان مفيش حد يقدر يوصل لمكتب الادله غير افراد الشرطه، فبالتالي يبقى القاتل واحد منهم. ولما بيراجع الكاميرات قبل قتل
قتل كانغ بيلاقي ان في مشاهد مقصوصه من الفيديو، فبياخد الهارد وبيروح يديه الهاكر وبيطلب منه يرجع له المشاهد اللي اتحذفت، فبيرجعها وبيبعت له الفيديو. ولما بيشوفه بيظهر شخص بيقرب من المكتب لكن وشه ما بيبقاش باين، وبيشوف ضابط من وحده جرائم العنف اسمه لي، وهو بيدي للشخص ده اقرار ام كانغ بان موتشي بريء. لكن بعد ما شين بيسلمه له بساعتين، وعامه موتشي بيتابع الشخص المجهول ده على باقي كاميرات المراقبه، وساعتها بيلاقيه بيركب عربيه واقفه قدام الاسم، فبيقدر يجيب رقم العربيه. وفي الوقت ده بارون بيروح المدرسه لهان اللي اول ما بيشوفه بيخاف وبيدخل تاني المدرسه. وبعد شويه يونجي بتوصل، وساعتها بيسمعوا صوت هان بيصرخ، فيونجي ومعاه بارون بيجروا على الكافيتيريا. وبعد شويه بيطلعوا والجزار بيكون شايل هان بعد ما اتصاب بحروق في جسمه بسبب ماده كاويه وقعت عليه. ومن هنا بارون بيبتدي يحقق في القضيه لحد ما بيكتشف ان الجزار مش بس بيعذب القطط، ده كمان هو وصاحبه بيخطفوا الاطفال وبيعذبوهم وبيخلصوا عليهم. وبيعرف ان هو اللي حاول يقتل هان، فبيروح المحل بتاعه وبيخلص عليه وبيلبس صاحب الجزار التهمه، وكده بيكون ضرب عصفورين بحجر واحد. وفي نفس اليوم بالليل موتشي بيفتكر ان النهارده عيد ميلاد اخوه، فبيروح لبارون البيت وبيحتفل معاه وبيوري له السلسله اللي فيها صورته مع اخوه وابوهم وامهم، وبيقول له اخويا كان معاه سلسله زي دي وكان طول الوقت بيلبسها لكني ما لقيتهاش في مسرح الجريمه يوم ما اتقتل. وبيقول له من النهارده انا هعتبرك اخويا الصغير. المهم ان تاني يوم الصبح موتشي بيصحى في بيت بارون بعد ما نام عنده الليله اللي فاتت من غير ما يحس، فبيروح على شغل من هناك. وبعد شويه بارون بيصحى فبيلاقي سلسله موتشي عنده، فبياخدها علشان يديها له. بس لما بيوصل الشغل بيكتشف ان موتشي لابس السلسله، وساعتها بيتصدم لان معنى الكلام ده ان دي سلسله القس كو. فبيرجع للبيت بسرعه، ولما بيدور في نفس المكان بيلاقي دبوس جده يانغي اللي كانت لابساه يوم ما اتقتلت. وهنا بيتاكد بما لا يدع مجال للشك ان هو اللي ارتكب كل الجرائم دي مش يوهان. وفي اللحظه دي بقى بيشوف بحر من الذكريات قدامه، وللاسف بيعرف ان هو اللي قتل الجده والملاكم وكل الضحايا اللي تم اتهام يوهان بقتلهم. ومش بس كده، ده كمان هو اللي حاول يقتل تشيوك اعز اصحابه. ومن هنا بقى بنكتشف ان كل الذكريات اللي كان بيشوفها هي ذكرياته هو مش ذكريات يوهان، وان الطفل جاي اللي خلص على كل اسرته وحط الفار في صندوق التعبان هو نفسه بارون. وعامه بارون بيروح لبيته القديم، وهناك بيفتكر مكان المخبأ السري اللي لما بيوصل ليه بيلاقي صور لكل ضحاياه متعلقه على الحيطه. فحرفيا بينهار لما بيعرف ان هو كان عايش بشخصيتين، الشاب الحساس الطيب قدام الناس والقاتل المختل في الحقيقه. وبيقطع افكاره تليفون من صاحبه حارس السجن بيعرف فيه ان تشيوك فاق من الغيبوبه، وبيقول له قابلنا في المستشفى بسرعه. لكن لما بيروح للمستشفى بيكون قلقان ومتردد انه يدخل لتشيوك، لكن اصحابه معاهم موتشي بيصمموا انه يدخل معاهم. ولما تشيوك بيشوفه بياخده بالحضن، بس بيكون باين عليه انه مش مرتاح وانه مخبي حاجه. وموتشي بيلاحظ نظراته الغريبه لبارون، بس الدكتور بيقول لهم ان تشيوك اتعرض لصدمه قويه قبل ما يدخل في الغيبوبه، ولان عقله الباطن رافض يعترف بحقيقه الرعب اللي اتعرض ليه، فقد الذاكره المتعلقه بكل اللي حصل له قبل ما يدخل في الغيبوبه. ولما موتشي بعدها بيسال تشيوك عن اللي حصل بيقول له انا ما شفتش الشخص اللي هاجمني لانه غفلني في الحمام وهاجمني من ظهري. وهنا موتشي بيبتدي يحقق مره تانية في تفاصيل الجريمه، وساعتها بيتاكد ان كلام تشيوك كده وان القاتل هاجمه من الامام مش من الخلف. في الوقت ده حاله بارون بتكون صعبه جدا لانه بيبتدي يفتكر تفاصيل كل جرايمه من قتل الجد يونجي لقتله للقس. ومش بس كده، ده كمان بيكتشف ان يوهان هو اللي كان بيحاول يمنعه من ارتكاب جرايمه. وفي الليله اللي المفروض ان يوهان حاول يقتله فيها اللي حصل العكس تماما. في الليله دي يوهان كان بيحاول يقنعه انه يرجع الطفل هان لامه، لكن بارون رفض. ومش بس كده، ده هاجم يوهان وحاول يخلص عليه. وهنا يوهان قال له انت لازم تموت علشان الناس تعيش في امان، ومسك الشاكوش ونزل بيه على دماغه. في اللحظه دي موتشي وصل، وطبعا لانه ما يعرفش اي حاجه رفع المسدس على يوهان وضربه بالنار. من الاخر كده بارون طلع هو القاتل المتسلسل المختل. وهنا كلنا هنسال نفسنا امال يوهان يبقى مين؟ وعلشان بارون يلاقي اجابه السؤال ده راح لدانييل وساله هو يوهان فعلا كان قاتل مختل؟ فدانييل بيقول له يوهان كان عنده نفس الجين لكنه كان جين العبقري مش جين القاتل، ولما اتزرع لك فص من مخه كل المشاعر اللي كانت جواه اتنقلت ليه، وبسبب المشاعر دي انت بقيت بتحس بالرحمه والتسامح وكره القتل واذيه الناس. يعني يوهان في الوقت الحالي هو اللي بيحاول انه يوقف طبيعه القاتل المختل اللي جواه، وعلشان كده انت بقيت تحس بالذنب تجاه ضحاياك. وهنا بارون بيتصدم وبيقرر انه يعرف ام هان مكان جثه ابنها، وبيروح لبيت عيلته القديم اللي كان حابس الولد فيه. لكن الحي كله بيكون جاله قرار بالهدم، والعمال بيطلبوا منه يطلع من المكان بسرعه. فبيدور في المخبأ السري بتاعه لكنه ما بيلاقيش لجثه الطفل اي اثر، فبيروح يسال دانيال لكن هو كمان ما بيبقاش عارف مكان الطفل. وبعدها بارون بيكون ماشي في الشارع وهو مش عارف يعمل ايه، وساعتها بيشوف ام هان وهي بتوزع منشورات على الناس علشان يدوروا معاها على ابنها، فبيقرر يعترف لها بكل حاجه. لكن قبل ما يتكلم بيتعرض على شاشه في الشارع نشره الاخبار، والمذيعه بتقول انهم لقوا جثه الطفل هان اللي كان مخطوف من سنه في مصنع كيماويات مهجور، والمجرم اللي خطفه غرقه جوه حمض كيميائي قاتل. وهنا الام بتفقد الوعي، وبارون بياخد بعضه وبيروح على المصنع، وهناك بيقابل موتشي وفريق البحث الجنائي. وموتشي بيتعصب جدا وبيحس بالذنب لانه ما قدرش ينقذ هان، اما بارون فاحساسه
بالذنب بيزيد وبيقرر انه ينهي حياته. وعلى الجهه التانيه شخص مقنع بيكون في بيت بارون وبيدور على سلسله كو ودبوس جده يونج يي لحد ما بيلاقيهم، ووقتها بيسرقهم لان هم دول الدليل الوحيد على ان بارون هو القاتل مش يوهان. وفي نفس اللحظه بارون بيرجع لبيته وبيرفع المسدس وبيقربه من راسه، وهنا الشخص المقنع بيضربه على راسه فبيفقد الوعي. ولما بيفوق بيلاقي دانييل قصاده وبيقول له انت كده او كده هتموت قريب، فحاول تكفر عن ذنوبك بانك تخلص الناس من القتله المختلين. وبيحكي له انه من 21 سنه شخص بعت له صندوق جواه فارين وكان واضح انه اتعمل عليهم تجربه، ولما فحصهم اكتشف ان الفارين دول واحد منهم مسالم والتاني شرس، وانه تم نقل مخ كل واحد فيهم للتاني. فركز على الفار اللي كان طبعه مسالم وحطه تحت الاختبار فلقاه اتحول لفار شرس. وفي الاول كان بياكل كويس لكن بعد فتره ما بقاش ياكل ومات. وبيقول له هو ده بالظبط اللي هيحصل لك، فاستغل الوقت الباقي في حياتك في التكفير عن ذنوبك وقتل القتله المختلين. فبيحاول يستوعب الكلام اللي عرفه وبيسيبه وبيرجع لبيته. وتاني يوم بارون بيدور على السلسله والدبوس لكنه ما بيلاقيش ليهم اي اثر. وعامه يونج يي بتسمع زمايلها في الشغل وهم بيقولوا ان تشوي عندها ولد من يوهان، فبتتصدم وبتسيب الشغل وبتقدم استقالتها. ولما تشوي بتروح لها البيت بتواجهها باللي عرفته وبتقول لها انت شغلتيني معاكي لانك حسيتي بالذنب لان ابو ابنك هو اللي قتل جدتي وما بتديهاش فرصه تدافع عن نفسها وبتطردها من البيت. ولما تشوي بترجع البيت وبتلاقي ابنها بيعيط فبتغني له، وساعتها بتفتكر لما كانت بتغني لاخوها وهم صغيرين وبتفتكر اليوم اللي صائد الرؤوس خطفهم فيه. يومها ساعدت اخوها وهربوا، ولانه ما كانش قادر يمشي سابته وراحت تدور على حد يساعدهم. وفي نفس اللحظه القاتل قدر يوصل لاخوها وهي ما اتحركتش من مكانها وسابته لمصيره وعاشت طول عمرها بذنبه. وعلى الجهه التانيه بارون بيقرر انه يبرأ اسم يوهان وينهي حياته، فبيكتب رساله بالمعنى ده وبياخدها وبيطلع السطح وبيقف على السور. وهنا تشيوك بيبعت له رساله وبيطلب منه انه يزوره في المستشفى. المهم انه لما بيروح لتشيوك المستشفى بيقول له انا فاكر كل اللي انت عملته. وهنا بنرجع بالزمن ليوم الحادثه علشان نشوف بارون وهو بيغفل صاحبه وبيطلب منه يساعده في نقل الصندوق لحمام السجن المهجور. ولما راح معاه هناك هاجمه وطعنه بالسكينه اكتر من مره. وفي الوقت الحاضر بارون بيكون منهار وما بيبقاش مصدق اللي هو عمله، خصوصا ان تشيوك هو اقرب صاحب ليه ومتربيين مع بعض. المهم ان تشيوك بيقول له انا مسامحك ومش عاوز منك غير انك تبعد عني وتسيبني اعيش مع امي بسلام، ولازم تسلم نفسك لاني مش هقدر ابقى عارف حقيقتك واسكت. وهنا بارون بينسحب بهدوء وبيخرج من الاوضه. وبعد شويه موتشي بيوصل علشان يواجه تشيوك ويقول له انه متاكد انه كذب عليه، لكن لما بيدخل اوضته بيلاقيه بيطلع في الروح وبعدها بيموت. والدكاتره بيقولوا انه اتعرض لازمه قلبيه. وهنا شك موتشي في بارون بيزيد وبيخرج زي المجنون يدور عليه في المستشفى. ولما بيلاقيه بيقول له اللي حصل. وهنا بارون بيتجنن وبيجري على اوضه صاحبه وبيقرب منه وبيصرخ وبيعيط. وفي اللحظه دي بيشوف اثار حذاء على الارض جنب سرير صاحبه فبيطلع يجري من الاوضه. ولما بيوصل عند الباب بيشوف شخص بيركب عربيه وبيهرب فبيسرق موتوسيكل وبيجري وراه لحد ما بيوصل لفندق بيشتغل بالكمبيوتر ومفيش فيه اي عمال والحجز بيكون عن طريق الانترنت. المهم انه بيقدر يوصل للاوضه اللي فيها القاتل فبيلاقيه قاعد بياكل فبيهاجمه وبيمسك طبق الاكل وبيرميه عليه فالطبق بيخبط في الحيطه وبيرد على الارض. وهنا القاتل بيطلع يجري لحد ما بيوصل للسطح فبارون بيطلع وراه وبينزل فيه ضرب وبيشل حركته وبيلف ايديه حوالين رقبته وبيقول له قتلت تشيوك ليه؟ فبيقول له انت السبب وده مش اول شخص بريء تكون انت السبب في موته. فبارون بيقول له تقصد ايه يعني؟ ومن هنا لهنا المجرم بيقع من فوق السطح. ان لما بارون بينزل قصاد الفندق ما بيلاقيش ليه اي اثر. وهنا بيعرف ان في فريق محترف بينظف مكان جرايمه وبيخفي الجثث زي ما حصل مع وو وهان. في الوقت ده موتشي بيتصل بيه وبيقول له انت فين؟ فبيديله العنوان. ولما بيوصل بيحكي له اللي حصل وطبعا ما بيصدقوهوش لان ما بيكونش فيه اثر للجثه. بس لما بيشم ريحه الاكل على الارض بيعرف ان فعلا كل الكلام اللي قاله بارون حصل فعلا. وهنا يبقى السؤال مين الناس دي وليه بيغطوا على اي جريمه بارون بيرتكبها؟ المهم ان بارون بيطلب من ام تشيوك انها تسمح لهم بتشريح جثته لانه شاكك ان ابنها اتحقن بماده سببت له سكته قلبيه. لكن مدير المستشفى اللي بيشتغل مع رئيسه الوزراء بيقنع ام تشيوك انها ما توافقش على تشريح جثه ابنها زي ما بارون طلب منها وبيقول لها ان وفاه تشيوك بسبب سكته قلبيه ومفيش داعي لتشريح الجثه فبتقتنع بكلامه. وبعدها بارون بيقرر انه ما يسلمش نفسه الا لما يكتشف مين اللي قتل صاحبه وقتله ليه فبيقطع الجواب اللي كتب فيه اعتراف. المهم ان موتشي بيقول له هندور على طريقه تانية نوصل بيها لقاتل تشيوك. وعامه في مراسم جنازه تشيوك بارون بيكون منهار بشكل كامل لدرجه ان لما يونج يي بتجيب له اكل بيتعصب عليها وبيهزقها قدام كل الناس الموجودين في الجنازه وبيقول لها بعيد عني مش عاوز اعرفك تاني. وبعد كده بيفتكر لما كان بيحاول يقتلها في الكنيسه لكن لما لقاها قويه وقادره تدافع عن نفسها قرر انه يتجوزها ويخلف منها ابنه اللي هيكمل مسيرته. وتاني يوم وهم بينقلوا جثمان تشيوك علشان يدفنوه بارون بيتفاجئ بان في ولد شايل صوره جوز خالته وبيعيط وده معناه انه مات. وهنا بارون بيستغرب لانه ما يعرفش الولد ده وخالته ما بلغتوش ان جوزها مات. ولما بيتصل بخالته وبجوزها بيلاقي ارقامهم مش موجوده في الخدمه وهو خارج من دار الجنازات ما بيبقاش واخد
واخد باله من الطريق ولا بيشوف العربية اللي بتقرب منه لكنها بتفرمل في آخر لحظة، فبيعتذر للسواق وساعتها بيشوف ميدالية شكلها مميز متعلقة في مراية العربية، وهنا بيفتكر إن العربية دي هي نفسها العربية اللي خبطته من سنة. وفي الوقت ده بنعرف إن الشخص اللي سايق العربية دي هو نفسه اللي اتظاهر إنه دكتور وحقن تشيوك بمادة بتسبب في جلطة في القلب بدون ما تسبب أي أثر في الجسم، والشخص اللي طرده لحد الفندق كان مجرد تمويه مش أكتر. وعلى الجهة التانية تشيوي بتنشر إعلان إنها محتاجة مربية لابنها، وده لأنها طردت المربية بتاعته بعد ما اكتشفت إنها بتضربه عقابا ليه لأنه ابن يوهان القاتل المختل. المهم إن يون جدة الطفل بتبعت لها رسالة وبتقول لها إنها مستعدة تقبل الوظيفة، فبتكلمها وبتدي لها العنوان، ولما بتروح لها البيت وبتشوفها بتحس إنها شافتها قبل كده بس ما بتفتكرش فين، وبتسيب لها الولد وبتنزل. وعامة يونج يي بتقرر إنها تروح لتشيوي البيت وتعتذر ليها على الكلام اللي قالته لها، وساعتها بتلاقي الجيران بيتخانقوا مع يون لأنها سايبة الكلب بتاعها في الجراج، فبتعرض على يون إنها تاخد الكلب تمشيه لحد ما تشيوي توصل، فيون بتشكرها وبتوافق. ولما يونج يي بتقرب من الكلب بتفتكر إن هو ده الكلب اللي شافته مربوط على الجسر يوم اعتداء كانغا عليها وهي طفلة. وبعد ساعة تقريبا بترجع الكلب ليون اللي بتعزمها على الشاي في بيتها، وبتقول لها إنها عزلت من فترة وبيتها الجديد قريب من هنا. المهم إن يونج يي بتوافق وبتروح معاها، وهناك بتشوف صور يوهان وهو صغير، فبتفتكر اللي حصل يوم الحادثة، وفي اليوم ده يوهان شافها مرمية على الجسر وحالتها صعبة جدا بعد اعتداء كانغا عليها، فاتصل بموتشي وطلب منه ينقذها بسرعة، وبعدها شالها على ظهره علشان يقابل بيها موتشي. ويومها كان خايف جدا عليها وطلب منها تستحمل علشان أهلها ما يزعلوش عليها لو حصل لها أي حاجة. وفي الوقت الحاضر يونج يي بتروح بالليل لموتشي وبتقول له أنت فاكر الولد اللي لقاني على الجسر واتصل بيك؟ فبيقول لها أيوه، فبتسأله إن كان يعرف هو مين، فبيقول لها لا ما قدرتش أعرف هو مين لأنه ساب المستشفى ومشي من غير ما اتكلم معاه. فتاني يوم بتروح ليون وبتقول لها ابنك أنقذ حياتي، وبتحكي لها اللي حصل، فبتتأثر جدا وبتعيط. ولما يونج يي بتسألها عليه بتقول لها ابني مات. المهم إن يونج يي بتعرف مكان بيت يون القديم، ولما بتروح هناك بتلاحظ إن في دهان جديدة على السور، ولما بتمسحه بتتفاجئ إن الناس كاتبين على السور القاتل يوهان كان عايش هنا، وساعتها بتتصدم لأن أكيد الطفل اللي أنقذها من الموت زمان مستحيل يكون هو القاتل المختل اللي قتل جدتها وحاول يقتلها. وعلى الجهة التانية بارون بيرجع للفندق وهناك بيلاقي بقعة دم في المكان اللي المجرم وقع فيه، ولما بيوديها للمعمل بيكتشف إن جوز خالته هو صاحب بقعة الدم دي، فبيتلخبط وبيكشف على اسم خالته وجوزها في الجوازات، لكنه بيكتشف إنهم ما خرجوش بره كوريا. ولما بيروح بيت خالته بيعرف من جاره إنها سافرت تاني يوم بعد ما ابنها رجع من عنده ومن غير ما تعرف أي حد، وإنها كانت عايشة في البيت ده مع ابنها الصغير لوحدهم. وهنا بارون بيروح يطلع قيد عائلي وساعتها بيكتشف ان امه اصلا ملهاش اخت. المهم ان بارون بيفتكر ان بعد موت امه خالته جات له وعرفته بنفسها، ودي كانت اول مره يشوفها فيها، وقتها قالت له انها تاخده تربيه في بيتها وعاش معاها لحد ما كبر. وبيروح لبيتهم القديم وهناك بيفتكر اليوم اللي ابوه اتخانق فيه مع امه بسببه وقال لها انه وحش وكان هيدفن اخوه الصغير وهو حي، لكن يومها امه دافعت عنه، وفي نفس اليوم امه حاولت تخنقه لكن ظهر شخص وضرب امه وبعدها عنه، والشخص ده بيطلع انه الملاكم اللي كان وقتها شغال في شركة أمن حكومية وتم تكليفه بحماية جاي. ويومها لقى الأم بتحاول تقتل جاي فبعدها عنه فراسها اتخبطت بعنف، ولما الأب شافه مسك سكينة وحاول يقتله فالملاكم خلص عليه هو كمان. ولما جاي استعاد وعيه كانت حالة أمه صعبة جدا وقالت له في واحد تاني زيك وطلبت منه إنه يسامحها وبعدها ماتت. واللي حصل بعد كده إن القاتل ضرب جاي ففقد الوعي وساعتها خرجه من البيت وحرقوا بالجثث اللي فيه. وفي الليلة دي اتقبض على جاي وتم استجوابه بجهاز فحص الكذب، ويومها قرر إنه ينتقم من اللي قتل عيلته. تعالوا بقى نروح لبارون في الوقت الحاضر اللي لما بيخرج من بيتهم القديم بيقابل واحدة من الجيران وبتحكي له عن الحادثة اللي حصلت في اليوم ده، وبتقول له انهم لقوا جثة الام والاب والابن الصغير، لكن البت المتأخرة ذهنيا محدش لحد دلوقتي يعرف راحت فين. وفي اللحظة دي بارون بيعرف ان اخته ممكن تكون عايشة. فاكرين بقى الشخص اللي المفروض ان يوهان حرقه في القاعة الرياضية؟ الشخص ده هو نفسه اللي قتل عيلة بارون، واللي لما بارون جاله اتصال من شخص مجهول قال له ان اللي قتل عيلتك موجود في قاعة الملاكمة، راح له هناك وضربه وكسر عظمه وبعدها كتفه وخلاه يقرأ نصوص من الإنجيل فيما معناها إن العين بالعين والسن بالسن، وبعد كده حرقه وهو حي. المهم إن موتشي من بعد موضوع قتل تشيوك ده وهو حاسس إن في حاجة غلط، فبيبتدي يحقق من تاني في جرائم القتل والأدلة اللي عنده، وبيروح لأم الملاكم وبيبتدي يسألها مرة تانية عن علاقات ابنها وإن كان ليه أعداء ولا لأ. فبتقول له أنا في حاجة ما قلتش عليها في التحقيق، أنا حاسة إن الدكتور يوهان مش هو اللي قتل ابني. فبيقول لها إيه اللي خلاكي تحس بكده؟ فبتقول له الدكتور يوهان كان
يبان من مظهره انه قاسي، لكنه كان رحيم معايا ومع باقي المرضى. وبتوري له ألبوم صور ابنها، وساعتها بيلاقي صورة جاي وهو عنده 11 سنة موجودة في الألبوم. فبيقول لها مين ده؟ فبتقول له مش عارفة. ولما بيسألها ابنك كمل في الملاكمة؟ بتقول له لا، بعد ما أخته اتقتلت ساب الملاكمة، وحالته النفسية كانت صعبة جدا، وكان بيتعالج عند دكتور نفسي تبع التأمين الحكومي، وهم اللي رشحوا له الشغل في شركة الأمن، وفضل شغال فيها 10 سنين. وفي يوم لما رجع من بره دخل اوضته وفضل يعيط ويصرخ طول الليل. وتاني يوم وانا بغسل هدومه لقيت وصل بوابة حي جوريونج في جيبه، وبعدها على طول استقال. وواحد صاحبه جاب له شغل في صالة الملاكمة. وبعد كام يوم من الليلة اللي هو كان بيصرخ فيها في اوضته، في محقق جه البيت وفضل يسألني شوية أسئلة، وبعد كده مشي. وكلام ام الملاكم بيزود الشك اللي جوه موتشي. فبيروح للمدرسة الابتدائية في منطقة جوريونج وبيوري الصورة للمشرفة، فبتقول له ده جاي هون مش يوهان. وجاي هون يبقى الطفل اللي عيلته كلها اتقتلت في حي جوريونج، واتهموه ان هو اللي قتلهم، بس بعد كده اكتشفوا انه بريء. فبيفتكر كلام ام الملاكم اللي المفروض انه اتقتل على ايد يوهان. ولما بيسأل المشرفة عن مكان جاي بتقول له ان في شخص من اهله اتكفل بيه وخده يربيه عنده، وانه لو عاوز يعرف معلومات اكتر عنه ممكن يروح يسأل في الاسم. فبيشكرها وبيسيبها وبيروح على الاسم. وعلى الجهة التانية بارون بيكون في اسم شرطة جوريونج، وهناك بيحاول يعرف من ضابط من الضباط مكان اخته الصغيرة هي، وبيقول له ان دلوقتي بقى عندها 22 سنة لكنه ما بيقدرش يوصل لاي معلومات عنها. في نفس الوقت موتشي بيوصل للاسم وبيسأل مين الضابط اللي كان مسؤول عن التحقيق في جريمة مذبحة جوريونج. فنفس الضابط بيقول له انا، فبيديله صورة جاي وبيقول له اعرف لي الولد ده فين دلوقتي. واول ما بارون بيشوف الصورة بيتوتر. المهم ان موتشي بيقدر يوصل لرقم تليفون خالد بارون، ولما بيتصل برقمها بيلاقيه خارج الخدمة. لكن الغريبة انه لما بيطلب من الضابط يديله كل بيانات خالد جاي، الضابط بيعمل بحث عن بياناتها فما بيظهرش قصاده اي بيانات. فموتشي بيقول له دور لي على بيانات ابن اختها. فبيدخل اسم جاي هون على سيستم، لكنه بيكتشف ان الرقم التأميني الجاي منتهي الصلاحية، وده معناه حاجة من الاتنين، يا اما سافر وبالتالي ما جددش الرقم التأميني ليه، يا اما مات. وهنا بارون بيتصدم وبيقول لنفسه امال الرقم التأميني الحالي يخص مين؟ ومش السؤال ده بس اللي بيكون محير بارون، ده كمان بيسأل نفسه ازاي امي عرفت ان انا عندي جين القتلة وان في ولد تاني زيي عنده نفس الجين. وفي اثناء ما هو بيفكر في اجابات الاسئله دي بيلاقي عربيه ماشيه وراه لكنه بيعرف يهرب منها. وعلى الجهه التانيه موتشي بيبتدي يربط الخيوط ببعض وبيقول لنفسه لو الملاكم قتل عيله جاي يبقى اكيد اللي قتله بدافع الانتقام هو جاي مش يوهان. بس السؤال هنا جاي ده فين دلوقتي؟ وعلى الجهه التانيه بارون بيرجع للبيت بيبتدي يفكر مره تانيه في تفاصيل الجرايم اللي ارتكبها، وساعتها بيستنتج ان يوهان كان دايما سابقه بخطوه وعارف هو هيقتل مين، وكان بيراقبه وبيستنى لما يخلص جريمته وبعدها يصور الضحيه وهي ميته. وعلشان كده صور كل ضحايا بارون كانت موجوده في مخبأ يوهان السري. فبياخد بعضه وبيروح لدانيال وبيهاجمه وبيقول له ليه ما قلتليش ان في ولد تاني اتولد بنفس الجين اللي عندي، وامي ازاي عرفت الموضوع ده؟ فبيقول له ابوك كان من ضمن اعضاء فريق البحث بتاعي وقدر يقنع امك انهم يعملوا اختبار الجين عليك وانت جنين في بطن امك، وفعلا عملوه واكتشفنا انك عندك جين القتله المختلين، وساعتها انا اقنعتها بالاجهاض وكنت فاكر انها فعلا اجهضتك. وهنا بارون بيشك ان دانيال شغال مع المنظمه اللي دايما بتحميه، بس ما بيبقاش عارف ايه السبب اللي خلاه يتظاهر انه ميت. فبيقرر يوصل للمنظمه علشان يعرف ليه هم مراقبينه من زمان. ولما عرفوا ان امه عاوزه تقتله قتلوها هي والاب والابن الصغير وخدوه بره البيت وبعدها حرقوه. ومن بعد ما كبر كانوا دايما بيحموه وبيعترضوا طريق اي حد عاوز يأذيه. المهم انه بيسيب تليفونه اللي هو عارف ان المنظمه مراقباه في مخبأ دانيال علشان يستخدمه كطعم يوصله للمنظمه. ولما بيرجع البيت بيكلم دانيال على تليفونه، وبكده اعضاء المنظمه بيقدروا يحددوا مكان مخبأ دانيال. بس بارون بيسبقهم على هناك وبيقول لدانيال كل حاجه وبيساعده في انه ياخد معاه كل حاجته المهمه ويهرب. بس لما بيفتش في الحاجه دي بيلاقي تليفون يوهان وبيكون متسجل عليه رسائل بينه هو ودانيال، ده غير رساله بينه وبين صاحبه بيقول له فيها انا قدرت اوصل للمعلومات اللي طلبتها مني. والغريبه ان بارون كمان بيلاقي دفتر مذكراته اللي كان ضايع منه فبيفتحه وبيقرا فيه ان كان في طالب معاه في المدرسه هو الوحيد اللي ما كانش بيخاف منه، وعلى عكس كل زمايله كان بيحاول يتقرب منه. ولما اتجرح في مره وهو بيقتل ارنب معمل العلوم كل زمايله خافوا منه وراحوا بلغوا المدرسه، بعكس الولد ده اللي حاول انه يداوي الجرح اللي في ايده. وساعتها بارون فضل يراقبه فشاف واحد دايما ماشي وراه زي ما بيحصل معاه دلوقتي. وبعد كده بارون بيروح على مخبأ دانيال وبيستنى اعضاء المنظمه، وفعلا بعد شويه كام واحد منهم بيوصلوا علشان يخلصوا على دانيال لكنهم بيلاقوا بارون مستنيهم، واول ما بيشوفهم بيهاجمهم وبيقول لهم اهلا بيكم في مصيده الفيران بتاعتي، وبيقدر انه يتغلب عليهم كلهم. وبيلاقي وشم اوز اسم المنظمه على جسم واحد منهم، والوشم ده على فكره كان موجود على جسم الملاكم اللي بارون قتله قبل كده. المهم انه بيمسك واحد منهم وبيهدد زمايله انه هيعذبه وهيخلص عليه لو ما اعترفوش ليه بكل حاجه. وفي اللحظه دي واحد منهم بيضربه على راسه وساعتها بيفقد الوعي، ولما بيفوق بيلاقي نفسه لوحده فبياخد بعضه وبيروح لمدرسته القديمه. وهناك بيسال المشرف عن الولد اللي خد المركز الاول في الرسم في السنه اللي هما الاتنين كانوا بيدرسوا فيها، فبيعرفوا ان اسمه يوهان وبيقول له لو عاوز تعرف معلومات اكتر عنه روح لمدرسه العلوم هتلاقيها في المعمل. فبيروح لها على هناك ولما بيسالها عن يوهان بتقول له انه كان عبقري لكن كان عنده هوس بانه
بتراقب دايما. وهنا بارون بيشوف فارين كل واحد منهم محبوس في صندوق بلاستيك، فبيقول للمدرسه الفيران دي بتعمل ايه هنا، فبتقول له دي فيران تجارب. وفي اللحظه دي بارون بيفتكر ان يوهان بعد ما اتضرب بالنار قال له انا وانت فيران تجارب. وعلى الجهه الثانيه بنشوف الشخص اللي ساق العربيه المجهوله واللي سبق خبط بارون من سنه بيركن عربيته في مكان هادي، وهناك بيفتكر ذكرى قديمه ليه مع اخته. وبعدها بيطلب رقم موتشي، ولما موتشي بيرد عليه ما بيسمعش اي حاجه والخط بيفضل مفتوح شويه، وبعدها المكالمه بتنتهي. وهنا بنشوف ان في شخص من المنظمه دخل العربيه وقتل صاحبها وخلع كاميرا المراقبه اللي موجوده في العربيه وخدها هي والتليفون. وبعد شويه شين بيبلغ موتشي انهم لقوا العربيه السوداء اللي بيدوروا عليها من سنه، فبياخدوا بعضهم وبيروحوا على هناك. وساعتها بيلاقوا صاحب العربيه مقتول، وموتشي بيكتشف وجود كاميرا مخفيه جوه العربيه القاتل ما كانش يعرف عنها حاجه، علشان كده ما قدرش يوصل ليها. ولما بيرجع للاسم بيشغل كارت الميموري، وساعتها بيلاقي عليه فيديوهات بيظهر فيهم بارون في كل الاماكن اللي حصلت فيها جرائم القتل. اما بارون فبعد اللي عرفه بيرجع لدانييل وبيقول له في شخص بعت لي عنوان الصاله الرياضيه اللي الملاكم شغال فيها، واول ما رحت هناك اتعرفت عليه على طول وقتلته. ده غير انهم اتخلصوا من جثه وو وبعدها من الشخص اللي كان في الفندق، وطبعا هم كانوا بيعملوا كل ده علشان يشجعوني على القتل مش كده؟ فدانييل بيقول له انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده، فبيتعصب عليه وبيقول له انا لقيت مذكراتي وتليفون يوهان اللي كان بيتواصل بيه معاك في الحاجه بتاعتك، فلو ما اعترفتش بكل اللي تعرفه اخلص عليك. فبيقول له من اكتر من 20 سنه لما سمعت عن جرائم القتل الوحشيه اللي بتحصل في كوريا عرفت ان اللي بيرتكب الجرائم دي يا ابن يون يا ابن العالم اللي كان شغال معايا في التجربه، لان انتوا الاتنين كان عندكم جين القاتل المختل، ولما عرفت ان عيلتك اتقتلت اتاكدت انك انت المفترس. بس برضه رحت المستشفى اللي يوهان بيشتغل فيها، وساعتها كان موتشي بيلبس تشوي الجاكيت بتاعه لان هدومها كانت مبلوله من المطر. وفي اللحظه دي شفت في عين يوهان نظرات غيره، والمشاعر دي مستحيل تكون موجوده عند المفترس. وساعتها اتواصلت مع يوهان وطلبت منه نتقابل علشان يساعدني في اننا نوقفك عن اللي بتعمله، لكن المنظمه عرفت وبعتت واحد من عصابتها علشان يخلص عليا، وفعلا غرز السكينه في جسمي، لكن يوهان وصل في الوقت المناسب وانقذني وهاجمه. ساعتها الشخص ده حاول يخنقه فمسكت حجر وخبطته بيه على راسه فوقع ميت، وبعدها كان عاوز ينقلني المستشفى لكني رفضت لان ساعتها المنظمه يعرفوا مكاني وهيقتلوني، وطلبت منه يتخلص من الجثه. وبعد كده حكيت له على كل حاجه. وهنا بنرجع تاني لباروم اللي بيتعصب على دانييل وبيهاجمه وبيقول له مين زعيم المنظمه دي، فبيرفض يتكلم، فبيشل حركته وبيكتفه. وفي اللحظه دي موتشي بترن الجرس فبيسيب دانييل وبيطلع لها وبيقول لها انا مش فاضي دلوقتي، فبتطلب منه انه يطلع معاها في حلقه بتجهز لها عن يوهان، فبيقول لها هعرفك كل حاجه قريب. ولما بيسيبها وبيدخل البيت بيكتشف ان دانييل قدر يحرر نفسه ويهرب، فبيطلع يدور عليه في الشارع لكن ما بيلاقيش ليه اي اثر. في الاثناء دي دانييل بيكون في عربيه تشوي اللي بتاخده بتهربه المخزن مهجور، وهما في الطريق بيقول لها انا اكتشفت ان باروم يبقى هو ابن جون الحقيقي، وعرفت كده لما شفت في فيت باروم صوره ليه مع امه وهو صغير، وفي الصوره دي كان لابس اللبس اللي امه فصلته بنفسها لابن جون. وساعتها تشيو بتتصدم. وعلى الجهه الثانيه موتشي بيكون مصدوم بعد ما شاف الفيديوهات اللي على الفلاشه، فبيحطها في جيبه وبيخرج من مكتبه، وساعتها بيقابل باروم فبينزل فيه ضرب وبيقول له انت القاتل المختل اللي قتلتهم كلهم. وهنا زمايلهم بيتدخلوا وبيحاولوا يبعدوهم عن بعض، وفي اللحظه دي يونج يي بتوصل، ولما بتشوف اللي بيحصل بتهجم على موتشي، وباقي المحققين بيحاولوا يسيطروا على موتشي، وعامه ليه بيقدر ياخد الفلاشه من جيب موتشي من غير ما يحس بيه، ويونج يي بيتقبض عليها لانها تعدت على ظابط، وباروم ما بيحاولش يدافع عن نفسه. ولما زميل موتشي بيقول له فين الدليل على كلامك بيدور على الفلاشه في جيبه لكن بيكتشف انها اختفت، فاول واحد بيجي في باله هو ليه، ولما بيدور عليه بيلاقيه خارج من الحمام، فبيعرف انه رمى الفلاشه جوه الحمام وطبعا ما بيقدرش يوصل ليها. في الوقت ده باروم بيبقى في اوضه الدكتور في القسم وبيكون خد قرار انه يسلم نفسه، لكن بعد ما يوصل للي قتل تشيو. المهم انه بيطلع الدواء وبياخد منه قرص، وفي الاثناء دي موتشي بيهاجمه مره تانية فعلبه الدواء بتقع منه، وساعتها موتشي بيتهم ليه انه بيساعد باروم وبينظف وراه مسرح الجريمه. وهنا بيبان على باروم انه اتفاجئ من كلام موتشي وبيفكر فيه. اما موتشي فبيقول ليه الدليل على كلامي ده انك خدت فلاشه تسجيل الكاميرا اللي في العربيه ودمرته، وده لانك عارف ان عليه الدليل اللي يثبت الجرائم على باروم، لكن ليه بينكر كل حاجه. وعلى الجهه الثانيه يونج يي بتكون في الحبس وبتبقى فاكره ان اللي موتشي عمله مع باروم بسبب انه عرف ان باروم هو اللي قتل كانغ علشان يحميها منه، ولان موتشي عارفه ان كل افراد منظمه اوز بيوشموا اسم المنظمه على جلدهم بيدور على الوشم في جسم ليه، وساعتها بيشوف اثار ازاله وشم، وليه بيبرر الموضوع ده بانه كان واشم اسم حبيبته السابقه ولما انفصلوا شاله، لكن موتشي ما بيصدقهوش وبيطلب منه عنوان محل الوشم فبيديله العنوان. ولما المحقق شين بيروح هناك وبيستجوب صاحب المحل بيقول له انهم بيصوروا كل الوشومات بعد ما بيخلصوها، وبيوري له صوره وشم ليه اللي بتكون اول حرفين من اسم حبيبته السابقه زي ما قال، لكن بمجرد ما شين بيخرج من المحل بيظهر 2 من اعضاء المنظمه وهما مكتفين مرات صاحب المحل، وده كان السبب في انه كذب على شين اللي بيتصل بالمفاوض وبيبلغه باللي عرفه. وفي الاثناء دي بيجي اتصال لبارك بيعرف منه ان مراته خرجت مره تانية من البيت وما رجعتش،
لقتش، فبيخرج جري علشان يدور عليها. في الوقت ده المفوض بيطلب من باروم انه يرجع بيته، فبيقول له وليه، فبيعرفه ان هو كمان رجع بيته. وبس يا سيدي، باروم بيطلع عنوان ليه من قاعده بيانات الشرطه، وعامه المفوض بيدي اوامر بالافراج عن يونج يي، فبيطلعوها من الحبس. في الوقت ده دانييل بيرجع لمخبأه القديم علشان يجيب صوره اخته اللي نسيها هناك، وساعتها اعضاء المنظمه بيقبضوا عليه، وتشيوي بتشوف اللي بيحصل. وفي نفس اليوم بالليل باروم بيروح لشقه ليه وبيفتشها، وبيقدر يلاقي صوره ليه واخته، وبيكون معاهم الشخص اللي خلص على تشيوك وهرب. ولما باروم بيخرج من الشقه بيلاقي موتشي بيحاول يدخل، وعامه موتشي بيساله مره تانية انت اللي قتلت كل الناس دي؟ فبيقول له انا خدت سكينه جده يونج يي وقتلت بيها كانغ، وبعدها رجعت السكينه مكانها، وعملت كده لاني كنت خايف على يونج يي. وبيقول له ان يونج يي عرفت، علشان كده سابوا بعض. وعلى الجهه التانية مرات الضابط بارك بتكون اتاكدت ان تشيوي تبقى بنتها، فبتوقف المرشح الرئاسي ابو المحقق شين وبتشاور له على شاشه العرض في الشارع واللي بيكون عليها حلقه من برنامج تشيوي. المهم انها بتقول له عاوز اروح لبنتي، فبيخلي 2 من الموظفين يوصلوها قصاد المبنى اللي تشيوي بتشتغل فيه. ولما يوم بتوصل واحد من الامن بيقول لها ان ام تشيوي عاوزه تقابل بنتها، فبتقول له ان معاها ابن تشيوي وانها هتكلمها وتبلغها ان امها موجوده. وفي اثناء انشغال يوم في المكالمه الجده بتخطف حفيدها وبتختفي، وساعتها يوم بتصدم وبتدور على الطفل في كل مكان لكنها ما بتلاقيش ليه اي اثر. وفي المجمل ام تشيوي بتروح مع حفيدها للقسم، فالظابط بيكلم بارك وبيقول له ان مراته موجوده عنده وانهم هيوصلوها للبيت. ولما بتوصل بارك بيكون مستنيها قصاد البيت، ولما بيشوف معاها الطفل بيسالها مين ده، فبتقول له طفلي، فبيحاول ياخده منها فبتبعد عنه وبتعدي الطريق، وساعتها عربيه بتخبطها فبتحضن الطفل وبتفاديه بجسمها. وبعد شويه يون بتشوف اثر دم ولعبه كانت مع طفل على الطريق فبتنهار. اما بارك فبيكون قلقان جدا على مراته، والدكتور بيطمنه ان الطفل كويس لكن مراته اتنقلت للرعايه ولو عدى عليها 24 ساعه ممكن حياتها تتحسن. فبيدي الطفل للخادمه بتاعتهم وبيقول لها خليه معاك النهارده لحد ما اوصل لاهله. وبعد ما بتاخد الطفل وبتمشي يون بتوصل للمستشفى وبتسال الدكتور عن الطفل، وساعتها بارك بيشوفها وبيقول لها حفيدك عندي، ولو جوزك ما عرفنيش مكان بنتي فين هقتل حفيده. فبتترجاه ما يأذيش حفيدها، فبيقول لها ده اخر كلام عندي. فبتروح تزور طليقها في السجن وبتحكي له اللي حصل، فبيقول لها خليه يقتله، الطفل ده مش حفيدي وانت عارفه كده كويس. وعلى الجهه التانية باروم بيرجع للقسم وساعتها بيشوف جوه صندوق ادله ايصال دفع مبلغ كبير لدار ايتام باسم سونغ، وده يبقى الملاكم اللي قتل عيلته زمان. فبياخد بعضه وبيروح على هناك، فبيعرف من المشرفه ان سونغ كان بيدفع مبلغ ثابت كل شهر للدار، وكان بيصرف على بنت معاقه ذهنيا اسمها ميكايلا. فبياخد بعضه وبيروح يتكلم مع ميكايلا، واول ما بيشوفها بيعرف انها اخته اللي عندها متلازمه اسمها متلازمه العبقره، وبسببها بتقدر تحفظ كل الكلام اللي بتسمعه. فبتقول لباروم ان يوهان كان بيزورها وكان بيقول لها انه وحيد وخايف وانه ما بقاش ليه حد في الدنيا غيرها، وكمان قال لها انه كان مع جي هون في المدرسه من 15 سنه وان كل زمايلهم كانوا بيخافوا منه الا هو، وكان بيحاول انهم يكونوا اصحاب. وبيقول لها انه اتعرف عليه لما شافه جايب تشيوك للمستشفى، وهو بيعمل العمليه لتشيوك من شكل الجرح عرف ان اللي هاجمه شخص مقرب ليه وانه ما حاولش يدافع عن نفسه، وساعتها اتاكد ان باروم هو اللي هاجمه. وبعد كده عرف من دانييل ان في منظمه بتحمي باروم وهدفها تثبت ان الاطفال اللي بيتولدوا بجين الافتراس بيتحولوا في المستقبل لقتله مختلين. وقال لها انه علشان يتاكد من كلام دانييل طلبت من صديقه جون انه يهكر حسابات ماليه في جهاز المخابرات الكوري، وفعلا عمل اللي طلبه منه، وساعتها قدر يوصل لوجود منظمه سريه اسمها اوز، وجاب له ملف باسم 3 اشخاص باروم ووو، وملف ثالث باسم، وصور كل ضحايا باروم كانت موجوده في الملف بتاعه، وهو ده السبب في وجود صور الضحايا في الاوضه السريه في بيت يوهان. وبعد ما يوهان علق صور الضحايا جده يونج يي وصلت للبيت، ولما شافت الصور افتكرت ان يوهان هو القاتل، خدت صوره وهربت. ولما يوهان خرج وراها كان قصده يحميها. في الوقت ده هي كلمت باروم وبلغته ان معاها دليل على القاتل، فمن غير تفكير باروم راح لها في المكان اللي قالت له عليه علشان يقتلها مش علشان ينقذها. وساعتها يوهان حاول يتكلم معاه وهو اللي كان بيطارد باروم مش العكس، وعلشان كده عربيه من المنظمه خبطت باروم قبل ما يوهان يتكلم معاه ويعرفوا انهم مجرد فيران تجارب في المنظمه. وللاسف باروم قتل صديق يوهان الوحيد اللي ما كانش ليه صحاب غيره، لان كل الناس كانت بتبعد عنه لانه في نظرهم ابن المجرم صائد الرؤوس. ويوهان قرر انه يقتل باروم علشان ينتقم لصاحبه، فبقى بيراقب كل تحركاته. وفي الاثناء دي يوهان كان مخبي دانييل عنده في الاوضه السريه وكان بيعالجه من الاصابه، بس لما عرف ان موتشي فتش بيته خد دانييل ونقله على مستشفى مهجوره وكمل علاجه هناك. ولما باروم بيعرف ان اخته اعتراف يوهان ليها بالحقيقه بيتصدم وبيتاكد ان يوهان كان بريء. وعلى الجهه الثانيه موتشي بيراجع تاني كل ادله قضايا يوهان، وساعتها بيلاقي ورقه عليها جزء من شعار غامض، فبياخده وبيروح للهاكر وبيطلب منه يعرف له الشعار ده شعار ايه بالظبط، فبيقدر يعرف انه شعار مختبر جيني بشري. وفي المجمل يونج يي هي كمان بتكون شاكه ان يوهان مش هو اللي قتل جدتها، وبتفتكر انها جرحت القاتل في دراعه. وفي الاثناء دي باروم بيكون رجع للبيت وهو حالته صعبه جدا، فبتاخد بعضها وبتروح على القسم وبتسال شين لو كان في اثار جرح في دراع جثه يوهان، فبيراجع التقارير وبيقول لها ان ما كانش في اثار جرح في دراعه. وساعتها
فشكوك يونج يي بتزيد وبتروح لباروم فبتلاقيه نايم، ولما بتكشف دراعه بتلاقي فيه اثار الجرح، وساعتها بتتصدم وبتحاول تمشي لكن باروم بيمسك ايديها. تعالوا بقى نرجع بالزمن شويه، وتحديدا لليوم اللي جون قدر فيه انه يهرب من حراسه رجاله تشوي. وقتها راح للمستشفى اللي فيها يوهان، وهناك سمع يون وهي بتعتذر لابنها لانها سبب في ان كل الناس فاكرين ان هو ابن جون، وده كان السبب في اللي حصل له، وبتقول له ان باروم هو ابن جون. وفي اللحظه دي جون قرر انه يوافق يعمل العمليه لابنه، ومش بس كده، ده يوهان كان حي. وبالرغم من كده جون استغل ان كل الناس فاكرين ان هو المجرم، وخد فص من مخه وهو عايش ونقله لابنه باروم اللي كل الناس كانوا فاكرين انه بطل. وطبعا بمجرد ما جون بيطلع فص المخ من دماغ يوهان بيموت. وهنا بنعرف ان يونج يي لما حاولت انها تكتم نفس يوهان وهو في الغيبوبه اتراجعت في اخر لحظه، لكن يوهان في النهايه مات على ايد جون. وفي الوقت الحاضر يون بتكون منهاره لان ابن يوهان كمان هيموت بسبب افعال جون، وبتفتكر لما زمان اتفقت مع الممرضه اللي هي كمان عرفت ان طفلها عنده جين القاتل المفترس انهم يبدلوا اولادهم مع بعض علشان اللي تكتشف ان ابن تانية فعلا قاتل مختل تقدر تخلص عليه. وفي الوقت الحاضر تشوي بتعرف ان ابنها اتخطف، ولما بتروح للشرطه الضابط بيوري لها صوره الست اللي كان معاها الطفل، فبتعرف انها امها، فبتاخد بعضها وبتروح على المستشفى وبتدخل للعنايه وبتكلم امها وبتقول لها انا بنتي، وانها زمان خافت من القاتل وتخلت عن اخوها فخلص عليه، وعلشان كده ما قدرتش ترجع لهم لانها كانت حاسه بالذنب. ولما بتخرج من عند امها بتلاقي ابوها قصادها وبيكون معاها الطفل، ولما بيشوفها وبيعرف انها ام الطفل بيعتذر لها وبيدي لها ابنها، وبيقول لها انا مراتي مريضه ومعظم الوقت مش في وعيها، لو هترفعي عليها قضيه ارفعيها عليا انا. وبيسيبها وبيروح يشوف مراته. وتاني يوم باروم بيعمل تحرياته وبيقدر يوصل لمكان الست اللي كانت بتدعي انها خالته، وطبعا لما بتشوفه بتتصدم لما بيقول لها انا مش عاوز منك اي حاجه غير انك تقولي لي على الحقيقه كلها. فبتعرفوا انها شغاله مع المنظمه، وبعد موت اهله كلفوها بانها تروح له وتدعي انها خالته وتاخده يعيش معاها وتقدم لهم تقرير يومي بكل تصرفاته. وكل يوم بالليل كانت بتخرج من البيت من غير ما يعرف وتروح بيتها، لكن لما شافها هي وابنها بالصدفه في الشارع اترعبت، وعلشان كده خدت ابنها وجت عاشت هنا في قريه امها. وبتقول له انها امنت نفسها علشان المنظمه ما تخلصش عليها، وصورت اجتماعاتهم فيديو وخدت نسخه من ملف واحتفظت بيها وبتسلمه الملف والفلاشه. وعلى الجهه الثانيه موتشي بيكلف شين انه يروح شقه باروم ويفتشها، فبينفذ اللي طلبه منه. ولما بيفتش الشقه بيلاقي فيها لابتوب كان ملك لصديق يوهان، فبياخده وبيخرج من البيت. ولما بيرجع القسم بيتصل بموظف قسم تكنولوجيا المعلومات وبيطلب منه يفحص اللاب، فبيقول له انا مش فاضي النهارده، بكره ممكن افحصه. فبياخد معاه اللاب للبيت علشان يجيبه معاه بكره الصبح. وقبل ما يخرج من القسم مراته بتكلمه وبتقول له انها عرفت انها حامل في بنت، فبيفرح جدا. وفي الاثناء دي لي بيشوف اللاب اللي معاه فبيطلب منه انه يعزمه على العشاء، لكنه بيرفض وبيقول له انه يرجع للبيت علشان يحتفل مع مراته لانها عرفت انها حامل، وبيسيبه وبيمشي. وهنا لي بيكلم المنظمه وبيبلغهم ان اللاب مع شين، فبمجرد ما بيوصل لجراج بيته واحد من المنظمه بيخلص عليه وبياخد منه اللاب. ولما موتشي بيعرف بيصرخ وبينهار وبيقول لزمايله ان باروم هو اللي قتله، وبيقول لهم لازم نشوف تسجيلات كاميرات المراقبه. ولما بيعرضوا الفيديو بيعرفوا ان اخر واحد اتكلم مع شين قبل ما يخرج من القسم هو لي. وفي الوقت ده يونج يي بتشوف خبر قتل شين في التلفزيون وبتكون متاكده ان باروم هو اللي قتله، فبتاخد سكينه وبتروح لشقه باروم علشان تخلص عليه، لكنها ما بتلاقيهوش هناك. وفجاه بيظهر من وراها شخص بيخدرها فبتفقد الوعي. وعلى الجهه الثانيه الدكتور بيدي لموتشي علبه الدواء اللي وقعت من باروم في غرفه التحقيق، وبيقول له ان العلبه مكتوب عليها من بره انها علاج لالم الراس، لكن الحبوب اللي جوه العلبه بتوقف وظيفه الانزيم اللي بيسيطر على غريزه العنف جوه الانسان. يعني العلاج ده حرفيا بيحول الشخص اللي بياخده لوحش مفترس. فموتشي بياخد العلاج وبيروح لمدير المستشفى اللي بيشرف على حاله باروم وبيقول له انت وصفت لباروم الدواء ده؟ فبيقول له ايوه. فبيعرفوا محتويات علبه الدواء، وساعتها الدكتور بينكر وبيقول له ممكن يكون هو اللي غير الحبوب. وبمجرد ما موتشي بيخرج من المكتب الدكتور بيطلب المنظمه، وساعتها موتشي بيرجع تاني للمكتب. فالدكتور بيتوتر وبيقول له انا عندي عمليه مهمه وبيسيبه وبيخرج. فموتشي بيعمل اعاده لاخر رقم الطلب وبيكتبه، وبعدها بيروح يوري الموظفه المسؤوله عن صرف الدواء العلبه وبيقول لها مين اللي كتب الدواء ده لباروم. فبتقول له الدواء ده مدير المستشفى بنفسه هو اللي كان بيسلمه لنا علشان نصرفه لباروم. فبيتصل بزميله وبيديله الرقم وبيقول له اعرف لي عنوان صاحب الرقم ده. وبعدها بيروح لانقاض بيت باروم، ولما بيدور هناك بيلاقي جزء من القناع اللي كان الطفل هان لابسه في الفيديو، فبيسلمه للمعمل علشان يفحصوه. وفي الاثناء دي يونج يي بتفوق فبتلاقي نفسها محبوسه جوه مخزن، فبتحاول تخرج منه لكنها ما بتقدرش. وعلى الجهه الثانيه لما رئيس الوزراء بتدخل لمكتبها في مقر المنظمه بتتفاجئ بباروم قدامها، فبتقول له انت دخلت هنا ازاي؟ فبيعرفها ان من مده دانييل كلفه بقتلها، ويومها قال له اعتبرها اخطر القتله المفترسين. فبتقول له انا مش خايفه منك، بالعكس قتلك ليا معناه اني نجحت في مهمتي. وبتقول له انها زمان عرضت على الحكومه مشروع قانون قتل الاجنه اللي عندهم جين القاتل المختل، لكن اعضاء الحكومه رفضوا، وعلشان تقدر تاخد موافقه على القانون ده كان لازم تثبت الناس وحشيه
تمشية القتلة المفترسين، فاستغلت اللي حصل لاخت دانييل وطلبت منه يسلمها فحوصات الامهات اللي اثبتت انهم حوامل في قتلة مختلين، وفهمته انها لو نجحت في مهمتها هتحمي المجتمع من وجود القتلة المختلين بينهم ومش هيحصل لهم اللي حصل لاخته. وساعتها سلمها فحوصات باروم ووو ويوهان، وبتقول له بعد كده شكلت وحدة خاصة جوه جهاز المخابرات الكورية، ومهمة الوحدة دي هي متابعة الامهات اثناء فترة الحمل علشان ما يحاولوش يجهدوا نفسهم، وبعدها مراقبة الاطفال وتصرفاتهم وحمايتهم ورفع تقرير اول باول ليها. وبتقول له انا كنت مبهورة جدا باللي انت بتعمله، لان كل ما بشاعة جرائمك بتزيد ده معناه اننا هنقدر نقنع الناس انهم يوافقوا على قانون فحص الجينات واجهاض الاطفال المختلين قبل ما يتولدوا. وهنا باروم بيتعصب عليها وبيشل حركتها وبيرفع عليها المسدس، فبتقول له اقتلني علشان الناس تتاكد انهم لازم يوافقوا على القانون ده، فبيتراجع في اخر لحظة. وبعد ساعة تقريبا موتشي بيجيله اتصال من المعمل الجنائي بيعرف منه ان جزء القناع اللي بعته ليهم عليه حمض نووي للطفل هان، وفي اللحظة دي بيتأكد ان باروم هو القاتل وان يوهان بريء. المهم انه بعدها بيروح لمقر المنظمة اللي صاحبه بعت له عنوانه، فبيلاقي صور لرئيس الوزراء مع اعضاء المنظمة وليه بيكون من ضمنهم، وبيلاقيها هي ودانييل متكتفين فبيقبض عليهم. وفي الوقت ده باروم بيروح يسلم نفسه وبيتحكم عليه بالإعدام، وبالاتفاق مع الحارس صاحبه بيدخل زنزانة ابوه وبيخلص عليه، وبسبب مضاعفات العملية بيموت. وتشيوي بتعترف قصاد الناس كلها انها اتفقت مع دانييل انهم يستغلوا باروم علشان يخلص على القتلة المختلين قبل ما يموت، فابوها هو اللي بيقبض عليها، واللي كانت بتمثل انها خالة باروم بتقدم المستندات اللي بتثبت ان رئيسة الوزراء هي اللي ورا كل اللي بيحصل ده، فبيتقبض عليها هي ورئيسة الوزراء ومدير المستشفى وكل افراد المنظمة، وبيتحكم على تشيوي ب3 سنين سجن. ولما بتخرج بتلاقي امها وابوها مستنيينها مع ابنها الصغير، وفي نفس الوقت رئيسة الوزراء بتخرج من السجن، واحد من المخابرات بيقتلها، وابو شين بينجح في الانتخابات وبيطلب من الناس انهم يصوتوا على قانون اجهاض الاطفال اللي عندهم جين القاتل المختل، وبتكون النتيجة انهم بيصوتوا بالايجاب، فالحكومة بتوافق على القانون وبيتم تطبيقه. وهنا بيخلص المسلسل. يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والصلاة على النبي وذكر ربنا. وبس كده، سلام.